السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. معكم احمد عبد العزيز من الينز فينشر، والنهارده في الين توكس في حكاوي فضائيين. المره دي مش هنتكلم في ريموت امبلويمنت وعن ازاي نوصل لشغل ريموت وهكذا. هنروح للليسته الثانيه بتاعت الين توكس اللي بنستضيف فيها تالنتس اوريدي، تالنتس مصريين او من الشرق الاوسط، ناس عرفت ان هي تعمل خطوات كويسه في الكارير بتاعهم او في حياتهم وهكذا. فالنهارده هناخد ستوري من تالنت عمل ده. عمرو هو سوفت وير انجينير، وحاليا هو عايش بره مصر في المانيا، صح؟ وكمان مظبوط. بيعمل شيء اسمه تدوين، وتدوين برضو هي يعني شيء اشبه بالينز فينشر، بيحاول يساعدكم كمان ان انتوا ازاي توصلوا للجلوبال ريموت امبلويمنت من خلال السي فيز والجوب بروفايلز وهكذا. النهارده هنتكلم مع عمرو، هناخد الرحله بتاعته ونشوف از بير تو بير ريفليكشن عمرو عمل ايه، وصل لفين في الليرنينج في الكارير بتاعه. وباي ذا اند برضه هناخد اكسبيرينس عن التدوين عشان تعرفوا اكتر تدوين بتساعدكم في ايه وبتساعدكم ازاي، وازاي ان انتوا تبداوا تستخدموا تدوين. تمام. فعمرو اتفضل، ادينا بريف كده مين عمرو مبدئيا، وبعدين ناخدها بوينت باي بوينت يعني. حلو أوي. طيب، السلام عليكم. اتمنى الشباب كلها تكون بخير. و يعني اولا حابب احييك على مجهود انت بتعمله للناس عامه في الكوميونتي، ده شيء يسعدني شخصيا يعني، فده شيء لطيف. طيب، من انا ولما انا؟ انا عمرو محمد. انا سوفت وير انجينير في هذا المجال بقالي حوالي 6 7 سنين 8 سنين حاجه زي كده يعني. انا خريج 2018 بس كنت شغال قبلها في الجامعه وما الى ذلك. وانا حاليا سوفت وير انجينير في امازون. وحاليا بعمل يعني زي الناس كلها انا بحاول اعمل حاجات كتيره جدا على جنب. منها مثلا تدوين زي ما انت قلت، هو ابلكيشن بيحاول يساعد الناس اللي هي بناء على الداتا بتاعتها تعرف تعمل جوب بروفايلز وريزوميز جوب ابلكيشنز، ويساعدهم في الانترفيوز وما الى ذلك. ممكن نتكلم عليها بعدين. ماشي. وكمان يعني بحفرك، يعني واحد بيقعد يحفرك، بعمل فيديوهات، بتكلم عن لينكد ان، بتكلم عن شويه عن الاي اي، بتكلم شويه عن الفرونت اند. انا عموما ماي مين فوكس انا كويس جدا في الفرونت اند، بس انا يعني في هذا الزمن بعمل اولموست كل حاجه بس. فده باختصار شديد يعني. ده حلو قوي. طيب عمرو، ما اتكلمت معاك المره اللي فاتت، هو لايك كويس ان حد بيحفرك زيك يعني، واعتقد ده اكبر سبب خلينا احب ان احنا نتكلم مع بعض. لما اتكلمنا المره اللي فاتت شيرت معايا كام شيء ليه علاقه بان انت ليه بتعمل تدوين وليه بتعمل كذا شيء تاني غير تدوين. فانت بتدور على ايه في حياتك عامه، وخصوصا يعني يا ريت تسبوت اون على فكره ان هو اشتغل كتير اشتغل قليل مش عارف ايه الحاجات دي كلها. فعرفنا انت بتدور على ايه في حياتك عامه، في الكارير او حياتك الشخصيه، واللي ده كان تريجر ان انت تعمل تدوين وتعمل اكتيفيتيز كتير يعني. اوكي، حلو. طيب، انا ممكن يكون عندي اراء غريبه شويه في الموضوع ده، يعني مختلفه عن الناس شويه. ماشي. انا طبعا هو في كذا جانب حلو. انا بعمل حاجات كتيره على جنب عشان انا عندي شغف عادي. انا فعلا عندي شغف ان انا اعمل حاجات. يعني انا بعمل فيديوهات على اليوتيوب، بعمل كان في سلسله ليا زمان. دايما بحب اعمل حاجات مش كونفنشن. يعني ايه؟ يعني انا مثلا مش بحب اعمل توتوريالز ازاي تعمل 1 2 3. انا بحب اتعمق في الحاجه. حلو. ده جزء ممكن نفكر في جزء. اللي انا بحب اعمل حاجات بشكل عام، الحاجات دي تكون انترستنج، تكون بتتعمق اكتر، بتحل مشكله فعلا الناس بتقابلها وما الى ذلك. عشان كده حاولت اعمل ستارت ابس كتير جدا حتى مع اخويا. يعني التدوين ده اكشلي معمول، انا فاوندر فيه انا او كو فاوندر فيه انا واخويا وانا. ولكن انا بعمل ايه؟ انا ليه بعمل كل ده؟ باختصار، انا بحاول اللي انا يكون عندي وقت، باللي انا ما يكونش عندي وقت. يعني انت فكرت ايه؟ انا بعكس الموضوع. انا بحاول يكون عندي وقت، بمعنى انا بحاول اللي انا بقدر الامكان اللي انا اسبيد ران. انا عندي خبره كويسه في المجال، بحيث اللي انا عايز اجرب اللي انا اعمل تدوين، عايز اجرب اللي انا اجيت بروموتد في امازون مثلا لفتره معينه، او اللي انا يبقى معايا يعني يبقى معايا مثلا فلوس او ايا كان زياده، او عايز ان انا اعمل كذا ستارت اب او كذا حاجه في نفس الوقت، بحيث ان انا انجح فيهم بشكل كامل، بحيث ان هي تقدر تديني وقت. يعني انا نفسي في وقت، انا ما نفسيش ان انا اشتغل كده بقيه حياتي. انا عايز اقدم للناس، عايز اقدم للمجتمع، ولكن انا فعلا عايز وقت. وانا حاسس ان حاجه زي التدوين، وفي حاجه تانية شغال فيها برضو از فاوندنج انجينير. ممكن ابقى اسال اصحاب اذا كنت انا ينفع اقول ولا لا، إذا انا شغال فيها ولا لا. بس برضو هم ناس صحابي جدا انا شغال معاهم. انا عايز اللي انا اقدر افضي وقت اكتر للحاجات المهمه في حياتي. انا بالنسبه لي شغلي والحاجات دي كلها شغف ومهمه وما الى ذلك، ولكن انا حياتي الاسريه وحياتي الاجتماعيه وحياتي مثلا. انا الحمد لله عندي بلال. انا عايز اقضي وقت اكتر.
انا مش عايز اقضي وقت اكتر بعد اعمل 30,000 في ستارت اب، انا عايز ستارت اب اعملها او اثنين او ثلاثه او اربعه يجيبوا لي راحه البال في الاخر، ودي حاجه صعبه جدا. وده اللي انا بحاول اعمله يعني، واللي انا اجرو نفسي يعني، ان انا ابقى معروف في المجال والناس تعرف تستفيد مني وربنا يرزقني يعني. ده كله ده على امل يعني الواحد يكون عمل خير يعني. يا رب. ده بالظبط. خير دايما ويديك الوقت عشان توفره لاهلك ولبلال تحديدا. انا ريليت معاك في بوينت اللي هو يعني انا هريليت معاك في شيء وهسالك سؤال ممكن يكون فيه كونفليكت يعني. بريليت معاك فكره يعني لما عملت الينز ما عملتش بزنس، يعني كنت بعمل كوميونتي علشان شفت مشكله حبيت ان انا احلها، كنت عايز انا احلها، انا عايز احل المشكله دي. سيم تايم برضه وانا اشتغلت كتير، انا غالبا احنا الاثنين من سن بعض غالبا، وشغال بقى سنين كتيره يعني، لكن كنت بشتغل عشان انا عايز اشتغل، فده الشغل اللي انا بوصل له، واشتغل سيلز، انت بتعرف تتكلم فاشتغل سيلز، بس انا مش عايز اشتغل سيلز يعني. لسنين كتيره بفكر ان هو انا مش عايز اعمل ده، انا بحب اعمل يعني، بحب بصنع اشياء، بحب ان انا اخد الاشياء من صفر الى واحد، مش كلام كتير بس ما كنتش عندي الرفاهيه ان انا هل انا المفروض اشتغل في فينشر كابيتال او الكيتشن بتاعت الستارت ابس، ولا اشتغل في البرودكت مانجمنت، ولا اشتغل في البروجكت مانجمنت، ما هي كلها اشبه ببعضها كذا. ولما وقت الينز فينشر وصل يعني ان انا عايز اعمل الكوميونتي او الجوب بورد دي من ايام ما كانت على نوشن، كان بهدف ان انا عايز اساعد الناس وفي نفس الوقت عايز اساعد نفسي، يعني كانت تيرنينج بوينت في حياتي، فانا عايز ابدا من جديد، فعايز اتراكت ناس زيي يكونوا بيفكروا زيي، شايفين مشكله عايزين يحلوها مع بعض، ابلد كوميونتي وهكذا. فاللي حصل معايا ان الينز فينشر جمعت لي كل البوينتس بتاعتي، انا عايز وقت اقضيه في حياتي اعمل فيه اللي انا عايزه، ما يكونش بالظبط. شغل، ما يكونش بيزنس وهكذا ومش عارف ايه وبتاع. فالينز شيء انا بحبه، فانا بستمتع وام دوينج الينز تمام، وفي نفس الوقت بعمل بيزنس واللي اكيد ممكن يخليني اعمل فلوس وهكذا يعني. ولقيت نفسي في الكارير بتاعي ان انا اخيرا اكتشفت ان هو اتس برودكت مانجمنت وهكذا يعني، فلايك وايز الستوري في الحته دي. الكونفليكت الناس مثلا، في ناس بتبقى فاكره لما انت بتعمل ستارت اب فانت بتشتغل ساعتين ثلاثه في اليوم، بتشتغل براحتك، بتعمل الاف الدولارات وهكذا، لكن هو الحقيقي ان انت بتشتغل للاسف يعني انا ما موظف عنديش عندك. وقت. انا ممكن اقول لك حاجه بموضوع الشغل ده. انا نزلت مصر اجازه من شهر 12 لحد 2 لشهر 2، منهم جزء اشتغلت فيهم في مصر. حلو. انا كنت عايز اخد، انا بميكس الاجازات مع بعض يعني. انا مثلا باخد الاجازات بتاعت السنه اللي فاتت وميكسها مع السنه اللي بعدها عشان يبقى عندي مجموعه اجازات كبيره. انا ما خدتش ولا يوم اجازه حرفيا، عشان انا في نزلت مصر كنت شغال في الستارت اب او هي مش ستارت اب، الشركه الثانيه شغال فيها، وشغال مع تدوين، وشغال مع نفسي بحضر ايفنتس ما الى ذلك. فهو للاسف عشان انت حتى مع قدوم الاي اي، مع قدوم الحاجات دي كلها، الموضوع كله مش اللي انت تعمل اوتبوت، الموضوع كله اللي انت فعلا تعمل اوتبوت وتخلي الناس فعلا تشوفه يعني الموضوع جهد جبار. و... و... ودايما هاخد منك وقت للاسف يعني، انتل طيب بقى ربنا يكرمك وتوصل للهدف يعني. بس انا عارف ان انت فاهم الكونفليكت او البوينت هنا كويس، بس عشان نوضح للناس اللي هي ممكن تكون بتسمع، فانت عارف ان هو الموضوع هياخد وقت اكبر، بس لما ربنا يكرمك وتوصل لسكسس معين فانت خلاص بقى بالظبط. عندك الرفاهيه ان انا خلاص عندي الشركه شغاله بالفلوس بتحصل وهكذا يعني. بالظبط. حلو. طب انت عمرو ابتديت ازاي؟ انت خلصت كليه في 2018 تمام، اي حد بيخلص كليه ممكن يكون على الله حكايته يعني، مش عارف يروح فين ويجي منين، او حتى مش عارف هو عايز يشتغل ايه مهما كان هو اوريدي درس في الكليه في تخصصات معينه وهكذا. فخدنا في جيرني كده، انت ابتديت منين من وقت التخرج، او لو ابتديت كمان من قبل التخرج، انا واثق ان انت اشتغلت قبل التخرج كمان، يمكن انت ذكرت ده. فقول لنا ايه اللي ساعدك ان انت عمرو وهو في 2018 لعمرو النهارده في 2026 مريت بايه وعملت ايه علشان توصل ان انت تعرف تسافر بره وشغال في امازون، وعارف ان انت ما شاء الله عندك النولج والاكسبيرينس والانتنشن حتى ان انت تبيلد ستارت اب وعارف تمشي ده يعني. أم، بص انا يعني انا من نوعيه الناس اللي انا ما عنديش رود ماب واقعي اقدر اقوله يعني. انا ضد الافكار. انا هقول لك انا حياتي عامله ازاي. حياتي بسيطه جدا. حلو. انا ضد الافكار اللي يقول لك انت لو مشيت على واحد اتنين تلاته هتوصل. It doesn't work like this at all. حلو. الموضوع ما يمشيش بالشكل ده خالص. الموضوع بيمشي في عوامل كتير قوي، منها عامل كبير جدا او هو الحظ، وطبعا الحظ مبني على توفيق ربنا سبحانه وتعالى. حلو. في ماشي. توفيق كتير جدا كبير جدا جدا بيحصل لك، ولكن طبعا في اجتهاد. حلو. انا في الاول خالص قبل ما اخش عين شمس حاسبات، انا خريج عين شمس حاسبات ومعلومات. انا كنت عايز اخش هندسه، واخويا دخل، اخويا برضو خريج عين شمس حاسبات ومعلومات. ولما هو دخل انا اقتنعت، عشان هو عمل قدامي تشيس انجن. ايام زمان بقى ما كانش فيه اي اي ولا الكلام ده كله، كانوا بيعملوا انجنز بينافسوا بعض. الانجن اللي بيكسب الثاني في الشطرنج، اخويا تقريبا اعتقد ثاني او اول عين شمس شطرنج، اخويا لعيب جدا في الشطرنج. فانا انبهرت.
انا اخر واحد في عيلتي في الشطرنج، يعني انا ممكن اكون اخويا ووالدي وجدي وانا ولا الهوا، انا يا دوبك بعرف العب. المهم، فانا انبهرت وبذلك دخلت حاسبات ومعلومات عين شمس كمبيوتر. انا برضو نفس قصه الناس كلها، انا عادي، انا بحب الكمبيوتر وبلعب جيمز وبنزل وبكراك الالعاب الام او ما الى ذلك. فعادي يعني انا دخلت حاسبات ومعلومات عشان انا ميال للموضوع، بس مش معنى ان انا بلعب جيمز وبعرف اكراك الحاجات دي كلها لا يبقى ليا في اي حاجه. برضو ده مفهوم خاطئ دايما بسمعه من الناس يعني يقعد يقول لك انا يا معلم انا كنت عملت 1 2 3 عشان كده دخلت جامعه، بس ده في الواقع ملوش صله حقيقيه، بس هو ممكن يدل اللي انت بتحفرك، فده ممكن يكون له علاقه. بس انا اتخرجت 2018. اكتر حاجه ساعدتني في الجامعه اقدر اقولها بشكل عام، انا كنت في حاجه اسمها اوبن سورس كوميونتي. ده ستودنت اكتيفيتي، مش الناس زمان بتبقى عندها مفهوم خاطئ للستودنت اكتيفيتيز، عشان في ستودنت اكتيفيتيز كتير جدا مالهاش اي معنى خالص، بيبقى مجرد تجمع طلاب بتتكلم فيه مش عارف ايه. او اس سي انا بعلن يعني بقول للناس عشان هي فعلا فادتني. يعني او اس سي هي اكتيفيتي بتعلم الناس يعني ايه اوبن سورس، بتعلم الناس يعني ايه بروجكتس، يعني ايه اندرويد، يعني ايه بلندر، وبيعلموا حاجات مخصوصه للاوبن سورس، وعندهم كوميتيز. لما انا دخلت او اس سي انا اتعاملت مع ناس كتيره جدا في الكوميونتي دي، منها الناس اللي بتعمل بروجكتس، الناس اللي بتشتغل على لينكس، الناس اللي بتشتغل على البروبلم سولفنج. هي عباره عن كوميونتي، والكوميونتي ده انا كان حظي موفق فيها اللي انا اجتهد فيها بشكل كافي اللي انا اوصل ان انا ابقى حاجه اسمها بروجكت هيد. بروجكت هيد ده انا كنت بعمل مشاريع اوبن سورس وبشاركها مع الناس، بشاركها مع الجامعه كلها، وده خلاني فعلا شخص نوعا ما حفروك. انا بقعد اعمل حاجات كتيره جدا على جنب. مشروع عجبني بعمله، لعبه عايز اعملها على الويب او على حاجه اسمها جرافيك اوبن جي ال او بي 5 جي اس او ايا كان، بعملها على طول. حلو. فده ساعدني بشكل كبير جدا. وبس ده كان من اكتر الحاجات اللي ساعدتني. وانا قبل ما اتخرج اشتغلت حاجه بسيطه مع شركات ريموت، يعني حاجات بارت. وبعديها على طول يعني الحمد لله بعد ما اتخرجت على طول قدمت على شغل واثنين وثلاثه، لغايه ما اتقابلت في شركه انا مش عايز اقول اسمها، بس هي شركه صغيره خالص علمتني شويه حاجات بس في نفس الوقت خدت مني حاجات كتير جدا. عارف انت الشركات اللي بتبقى في الاول خالص، اللي هي شركه صغيره ساعات الناس بتقول تحت بير السلم. فده اللي انا بدات بيه في الاول، كانت شركه بسيطه جدا وانا كنت بعمل كل حاجه. انا ما كنتش انا كنت جونيور، بس هو كان معاملني على اساس ان انا المفروض امسك المشروع ده وده 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 عشان هو يقدر يعمل كده، عشان هو بيديني فلوس قليله وذاتس ات. ده كان بدايه حياتي، يعني اللي انا اتخرجت وكنت شخص حفروك جدا، وده ادى ان انا اعرف الاقي شغلانه في الشركه الاولى اللي انا اشتغلتها يعني. بس الشركه الأولى دي انت ذكرت ان هي كانت ريموت هنا في مصر ولا كانت ريموت بره مصر؟ لا كانت ريموت بره مصر. كان في بس كان في راجل في الصين حاجه غريبه جدا. كان في راجل في الصين كان بيحاول يعمل حاجه بانجلر جي اس، ايام لما كان انجلر جي اس شيء كبير. وانا اشتغلت معاه فتره وكنت باخد فلوس بالدولار بس مش كتيره، يعني كان مبلغ مش كبير عشان زمان كمان الدولار ما كانش سعر زي حاليا. زمان كمان الدولار مش يعني دلوقتي الدولار ب 50 ب 58 ولا ب 57 حاجه زي كده. 2018 كان بين 7 ووصل ل 15، فكانت دي الطلعه الكبيره يعني وقتها. بالظبط. فانا ما كنتش باخد فلوس كتير، اشتغلت فتره معاه ووقفت عشان خلاص الشغل كان خلص يعني. وبعديها اشتغلت في الشركه الاولى دي، وكنت باخد تقريبا 2000 ونص كنت باخد حاجه 2000 ونص. ده زمان حتى ساعتها وقتها كان قليل، يعني كان رقم قليل، ما كانش رقم يذكر يعني. كنت باخد 2000 ونص ولا 2000 جنيه كمان، وكان اول شهر ما ادانيش فلوس لسبب لا يعلمه الا الله وبس يعني. الدنيا مشيت يعني الحمد لله. اي ريليت برضو الموضوع الشركات الصغيره اللي لسه بتبدا. بس انا يعني رحت شركات زي كده وكان فيها تحديات كبيره من الناس اللي لو لسه بتبدا، سواء بزنس عادي او ستارت اب، فبيكون عندهم تحديات كبيره ولسه عندهم انسرتينتي وفاليديشن وبتاع، فالدنيا خبط 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 ومفيش تيم كبير يعني في الاول. بس في مره اشتغلت مع شركه، تمام، الشركه دي في 2016 كانت شركه احلامي، انا عايز اشتغل فيها، شركه مصريه عادي يعني.
لما ربنا كرمني وصلت الشركه دي كان بعد كورونا وهكذا، فكان لطبيعه اندستريال شركه، مش هذكر ديتيلز اكيد يعني. فكان الوضع باظ يعني، وانا كنت مبسوط ان انا دخلت الانترفيو اول وثاني وثالث اروح اشتغل في الشركه. فكنت رايح اشتغل از بزنس ديفلوبمنت يعني، ورايح ان انا حلو. اشتغل جونيور، فمعايا سينيور ومعايا تيم ومعايا كاستمر سكسس بالظبط. ومعايا مش عارف ايه وبروجكت مانجمنت، لانها كانت سوفت وير هاوس. فرحت ما شاء الله كان السي او والاتش ار وانا وشكرا. يا بقيت محاسب ومحاسب قانوني، وبطلع اعمل الفواتير الضريبيه وبعمل شغل سيلز ومش عارف ايه وكلام كتير من ده. طيب حتى لو الشركه اللي انت اشتغلت فيها في الاول كانت صغيره ولسه ما كانش فيه دولار والكلام ده كله، بس فكره يعني خلينا ناخدها بير تو بير ريفليكشن، نعرف برضو البوينت دي حصلت ازاي، ازاي عرفت الشخص الصيني ده يعني. وصلت ليه ازاي، ازاي دخلت الشركه. ما هو برضو يعني معظم الناس مثلا بيكون برضو لسه مش منفتحين للعالم حواليهم، ممكن يوصلوا لكل شيء حواليهم وبيكون بس مركز على لينكد ان هنا او الدنيا حواليه فقط والايفنتس اللي هنا يعني. فايه اللي حلو. ساعدك ان انت تعرف الشخص الصيني او الشركه دي يعني؟ اوكي، دي نصيحه انا دايما بنصحها للناس. حتى انا ساعات بعمل انترفيوز للناس كده وبقول لهم النصيحه دي: حاول تبيع نفسك بشكل كويس. بمعنى يعني حاول تشو قد ايه انت فعلا يعني قد ايه انت فعلا مثالي للشغل اللي انت بتقدم عليه. حلو. دو ذا اكسترا مايل. بمعنى انا مثلا انا في لينكد ان بتاعي، اديك مثال انا ببيع نفسي ازاي وانا وصلت الراجل ده ازاي. حلو. انا في لينكد ان بتاعي مثلا، ده بعد اول سنه او ثاني سنه شغل. كنت شغال في، ده طبعا سبت الشركه الاولى ورحت شركه ثانيه اسمها اموبلي. انا فخور ان انا كنت فيها، شركه علمتني كتير جدا جدا جدا. حلو. وفيها ناس كانت كويسه قوي، بس اعتقد دلوقتي هي ما بقتش شغاله في مصر يعني. بس ايا كان، اموبلي كان ليها تيم في مصر. انا كنت في مره قاعد ببص على وظف. حلو. وظف من المواقع اللطيفه جدا، وكان عندي مشكله كبيره جدا، الا وهي اللي انا كنت دايما بدور على شغلانات بيقول لي الراتب من كام لكام. فوظف بيعرض الشغلانات كلها، وفي شغلانات بتقول لك هي بتدي كام، في شغلانات ما بتقولكش. حلو. بالظبط. ومفيش فلتر، مفيش فلتر ساعتها يعني. ما اعرفش دلوقتي في فلتر، مفيش فلتر بيقول لك انا عايز الشغلانات تبتدي فوق ال 30,000 مثلا يعني. حلو. طبعا 30,000 ده ما كانش موجود زمان يعني. فانا عملت ايه؟ انا عملت ابلكيشن بيسكراب وظف، بياخد الداتا بتاعت وظف كلها، وبياخد الداتا بتاعتي انا، بيسكراب مثلا 30 40 صفحه. ده ايام لما كان بقى كنا بنستعمل بوبيتير وحاجات غريبه كده. حلو. وبوبيتير اللي تلاقيه لسه شغال دلوقتي، بقى فيه بلاي رايت. المهم، بيسكراب وظف وبياخد كل الشغلانات دي كلها ويحطها في داشبورد بتاعتي انا. وبعد كده انا بلست الحاجات دي. طيب انا عملت الابلكيشن ده، وبعدين هل بقى لي، هل انا كده عندي فيزيبيليتي؟ لا. رحت انا منزله على لينكد ان. حلو. وقلت يا جماعه من اكتر المشاكل اللي بتقابلني في وظف كذا كذا كذا، ولذلك عملت ده وعملت له اوبن سورس. الناس كتيره جدا رياكتد، لدرجه اللي في ناس من وظف نفسها من البروجكت مانجرز من السي ليفلز كمان، عملوا منشن لبعض او مش متاكد سي ليفلز بس كانوا هاير اب ان ذا مانجمنت. حلو. لدرجه ايه بقى؟ لدرجه اللي انا كمان في موبلي في مره واحد جالنا كان صديق واحد معانا في الشركه، والشخص ده كان شغال في وظف. فانا جيت كده قلت له بقول لك انا عندي ليكوا طلب، هل عمركم فكرتوا ان انتوا تعملوا فلتر باي سالاريز او ايا كان؟ قال لي على فكره في واحد عندنا اتعرف عمل الموضوع ده، واحنا بندسكس الموضوع عندنا انترن في الشركه. فقلت له هذا انا، هذا هو انا الشخص ده. وساعتها هو عرض عليا اللي انا عايز يعمل لي ريفيرال. انا فاكر الشخص ده بعينه، كان عايز يعمل لي كمان ريفيرال في وظف. فانا اقصد اللي انت تشوكيس الحاجات اللي انت بتعملها، اللي انت تتحفرك، اللي انت تشوف حاجات تقدر تعملها، حاجات تعرف تشيرها على السوشيال ميديا وايا كان. ده بالنسبه لي من الحاجات اللي تقدر تبيع بنفسك فيها. ولذلك انا عملت ايه بقى عشان افهمك. الشغلانه بتاعت الراجل الصيني ده، كان في راجل مصري حتى مش فاكر اسمه ايه، كان على الفيسبوك كان كل شويه بيعرض شغلانات. حلو. وحظي اللي انا كنت لما كنت فوق السي كنت بعمل حاجات كتيره جدا بانجلر وانجلر جي اس، كتيره جدا بشكل مبالغ فيه. فانا دخلت وبعت له نفسي، قلت له انا لسه شغال في الجامعه، بس انا عملت 1 2 3 4 5 6 7 8، وانا بعرف اعمل 1 2 3 4، وبعرف اتكلم انجليزي مش عارف ايه. وقعدت ابيع نفسي بشكل مش طبيعي. حلو. وبشكل لطيف يعني، انا مش بحاول افورس نفسي. ان لو قال لي لا خلاص اتس اوكي اتس فاين. وبعد كده عمل معايا انترفيو، وبعد كده عملت مع الراجل الصيني ده انترفيو وبس وعديت. والراجل الصيني دخلني معاه، وكنت بحسب كان في ابلكيشن كده بيقعد ياخد سكرين شوتس ويشوف انا ايوه. عارفه الكلام ده، مريت بيه برضه يعني. بس كان حاجه صعبه سيكا يعني. بس الحمد لله كانت اكسبيرينس جيده، اللي انا اعرف اوصل لحلول وانا مش فاهم حاجه. انا كده كده كنت ساعتها جونيور يعني، لسه ما كانش حد بيعمل لي منتورنج يعني. فبس ف
لا عاش والله. اجابه على سؤالك، انا خدت وقت طويل بس لا ده بس اتكلم براحتك، الناس عايزه تسمع. يمكن ناس كتيره بكلمهم مثلا سواء عملوا اشياء واو او عملوا شيء صغير، فبتكلم معاهم تعالوا اتكلموا معانا في الكوميونتي في ميت اب نعمل ابيسود مع بعض. فالناس بتقول لي اصل انا ما عملتش حاجه كبيره لا انت احنا الناس بتدور على قصص زيها حتى لو هي بسيطه، بس الناس تعرف الناس بتتصرف ازاي، عملت ايه من اكسبيرينسز ثانيه، برسبكتيفز مختلفه يعني. عندي تو بوينتس، واحده من الكلام اللي انا قلته برضو عشان ما انساش. لما قلت الشركه اللي انا كنت بشتغل فيها 90 شغلانه وباخد 3000 جنيه فقط، والناس بره كانت بتاخد اضعاف ده. هي كانت شيء سيء، بس لو انت مريت بشيء زي ده الحمد لله، لان انا اتعلمت منه كتير، اتحطيت في تشالنجز مختلفه، اتعلمت حاجات كتيره، اتعلمت حتى ازاي اسبوت اون الشركات السيئه فين او ايه اللي بيحصل فيها كريت فلاجز يعني. البوينت الثانيه بقى من كلامك انت، علشان في ناس بتقول لك والله اصل انا لسه في الكليه، اصل انا لسه جونيور. لو انت جونيور حاول تعمل اي شيء مهما كان بسيط، بس علشان ما تروحش تقول مثلا لعمرو ولا احمد، يا احمد انا عايز اشتغل معاك سوفت وير انجينير وانت لسه في الكليه ولسه مخلص. ما انت لو قلت لي عايز اشتغل معاك، طب انت هتشتغل معايا هتعمل ايه؟ فين الادد فاليو بتاعتك لما تروح تشتغل بايدك حتى لو شيء بسيط؟ بس انت هتبروف للناس ان انت بتعرف تعمل شيء معين. ما تقوليش انا بعرف اعمل واحد واثنين وثلاثه، بس انت بتوريه اوريدي انت بتعرف تعمل ايه مهما كان بسيط. بس خلاص الشخص ده ذاكر فعلا، واللي ذاكره تعلم منه حياته ان هو يعملها يعني. برضه لو انت في الكليه من كلام عمرو حفركوا يا شباب يعني، روح يمين وشمال وادخل هنا وهنا وجرب حاجات كتيره. لو مش هتطلع باكسبيرينسز محدده مثلا في الفرونت في الباك في مش عارف ايه، بس على الاقل انت اتعلمت وشفت الدنيا حواليك فيها ايه والناس بتعمل ايه او بتتصرف ازاي يعني. بالظبط. عمرو بيعمل حاجات كتيره وشخص مالتي بوتنشال، فازاي انت بتنافيجيت ده يعني؟ يمكن احنا لما اتكلمنا من شويه فانت قلت ضد فكره الرود ماب، انا ضد الرود ماب، انا ما مشيتش على الرود ماب. انا الموضوع عندي نون لينير خالص، عملت ده هنا وده هنا وحاجات مختلفه تماما عن بعض، بس في الاخر ده غير في شخصيته في الاكسبيرينسز اللي عندي او الكومبتنسز اللي عندي يعني. فانت ازاي بتنافيجيت المالتي بوتنشاليتي دي؟ علشان في ناس ممكن تتوه في النص، يكون عندها سيلف داوتس يعني، ممكن يكون عنده خبرات كتيره وحلوه ما شاء الله، بس هو في النص حاسس ان هو ولا شيء، حاسس انه ما يعرفش اي شيء. ده سؤال كويس. انا من برضو يعني انا عملت حاجات كتيره جدا في الجامعه، وعملت حاجات كتيره جدا في حياتي المهنيه، ولكن انا برجع اقول من اكتر الحاجات اللي بتفرق معايا الا وهي من وجهه نظري المتواضعه، ودايما بكتب كده على لينكد ان، رجوعك للفهم ورجوعك للاساسيات. مهما من وجهه نظري اتليست في السنين اللي جايه دي، او اتليست في الوضع الحالي، ممكن كمان سنه مثلا ما نحتاجش الحاجات دي خالص، مع تطور الاي اي والحاجات دي كلها. ولكن انا دايما بشوف اللي بيفرق عن شخص كويس في السوفت وير، ايا كان بقى فرونت اند باك اند وما الى ذلك، حلو، واللي بيفرق عن شخص بيجرب او بيفايب او بيعمل حاجه مش منطقيه، فهموا الاساسيات. انا صراحه في الجامعه، انا مثلا انا كان عاجبني مجال الفرونت اند، حلو، انا ركزت كويس جدا 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 في الاساسيات، بحيث ان انا كنت بقرا، يعني مثلا انا كنت بذاكر انجلر مثلا، حلو، انا حاولت افهم انجلر من جوه شغال ازاي، لدرجه ان هو فهمني نوعا ما يعني ايه بقى لي اوت شيفت، يعني ايه كنت فيرست كونتنت، فيرست ريندر كونتنت، يعني ايه البرفورمانس، يعني ايه الحاجات دي كلها فهمها لي بشكل او باخر، وفهمني الدنيا ماشيه ازاي بشكل او باخر في مجال ما. القصد هنا ايه؟ القصد هنا لو انت عايز تتخصص في مجال ما، لو انت في مجال عاجبك، حاول تفهم المجال ده شغال ازاي، حاول تفهم اساسيات المجال ده شغال ازاي، عشان في سي اس كمبيوتر ساينس في اساسيات عامه زي مثلا الداتا ستراكشرز، الالجوريزمز، السوفت وير بشكل عام، الاو بي، الفانكشنال بروجرامنج، دي الحاجات العامه، حلو. وفي تفرعات من الحاجات دي الا وهي علوم في حد ذاتها، هي برضو مش حاجات ابسط. العلوم دي زي ايه مثلا؟ زي علوم اللي هي علاقه بالداتا بيزز، العلوم اللي هي علاقه بالباك اند او الباك اند انجينيرنج، الفرونت اند نفسها، ازاي الويب شغال، ازاي البراوزر بيقرا الحاجات بتاعتك، يعني ايه نتورك، يعني ايه الحاجات دي كلها، علوم الماشين ليرنينج، علوم الداتا انجينيرنج وما الى ذلك. دول علوم في حد ذاتها، العلوم دي مش بتتغير من وجهه نظري، يعني هي مع الوقت بيضاف فوقيها حاجات، هي ما بتتغيرش. فانا من وجهه نظري اللي الواحد دايما لو رجع للاصل، لو رجع للبيزكس، هيعرف يبقى بيفكر في حلول، يبقى بروبلم سولفر، مش بروبلم سولفر اللي هو بس يحل مسائل، يبقى بروبلم سولفر للمشاكل اللي بتقابلك. لما انا بتقابلني مشاكل في الشغل، انا فعلا بفكر الاول شويه، حتى لو انا مستعمل اي فاين، حلو، بس انا فعلا بفكر شويه ليه مشكله زي كده ممكن تكون حصلت، او ازاي احل مشكله زي كده لقدام مثلا، حلو. حاجه زي استعمال اي في حاجه زي كده من غير ما انت تكون فاهم، اتس تيكينج بوم، في قنبله هتفرقع في وشك قريب، او في قنبله في حياتك المهنيه هتفرقع في وشك قريب، اعتقد يعني. بس ده وجهه نظري يعني. بس كلام فاليد ولوجيكال.
وتفهمته. انا النهارده فخلينا نختصر ده برضو للناس، خصوصا انت اتكلمت وذكرت امثله للناس السوفت وير انجينيرز، فسواء ناس تكنيكال او في الانجينيرنج او لا، فكره ان انت عارف الاساسيات. فانت لو انت مثلا مذاكر فرونت ومذاكر باك ومذاكر مش عارف اشياء تانية مختلفه، لو انت تهت في النص بس انت عارف العلوم اساسها ايه، فتعرف تكونكت ده مع بعضيه. او لو انت هتفوكس في حته معينه هتعرف حتى تريليت مع اشياء تانية. فانت النهارده قررت ان انت تركز فرونت بس فاهم في الباك اند وفي اساسيات العلوم دي، فانت هيكون عندك ادد فاليو مختلفه عن حد فرونت تاني. حد فرونت تاني ممكن يكون جدم على نفس الوظيفه في نفس الشركه يعني. صح. فسو نايس. طيب انت ما شاء الله يعني بدايتك ابتديت اصلا شغل ريموت مع ناس بره، واخدت الاكسبيرينس دي بدري بدري، ماشي، واكيد انت تعبت في الاول والحفركه وكل ده عشان يوصلك لده. بس الريليكيشن بقى، هل ده حصل يعني انت عملت ده بشكل شخصي، ولا لا كان في فرصه ان انت رحت امازون فامازون عملت لك ريليكيشن؟ القصه حصلت ازاي، وايه اللي ساعدك برضو في البوينت دي تحديدا؟ يعني اكيد انت بيكت باي يور بريفيوس اكسبيرينس بريفيوس جيرني يعني، بس في بوينت الريليكيشن حصلت ازاي؟ اللي حصل في امازون باختصار، انا يعني انا قبل امازون كان جالي، بص هو الموضوع كان غريب شويه. انا كنت قبل امازون كنت شغال في موبيلي، وبعدين رحت فودافون لمده شهرين. حلو. وجالي كذا عرض من بره، انا كنت ساعتها بدات اقدم بره يعني. جالي شركه اسمها باك بيس، دي كان شركه في امستردام كنت هروح لها خلاص. وجالي امازون، وجالي شركه ثالثه ريموت. والشركه الثالثه لو فكرت فيها كانت بتدي اكتر من باك بيس واكتر من امازون حتى بعد ما سافرت. حلو. بس انا قررت اسافر، وما زلت ساعات براجع القرار ده. مش هقول لك اللي ده احسن قرار، ممكن يكون احسن قرار للخبره اللي انا خدتها، الله اعلم. حلو. ففي ناس دايما تقعد تقول لك قرار السفر مش عارفه ايه ده احسن قرار مش احسن قرار، الله اعلم. اي هاف نو ايديا. بس طبعا لو انا كنت سافرت امستردام ده كان قرار سيء جدا، عشان انا امستردام يعني عندها يعني امازون كان احسن، والمانيا ارخص، واسباب كتير. لو انا كنت سافرت امستردام كنت هسافر بس عشان اتسوح. والمشكله اللي انا قبلت الاوفر بتاع باك بيز ورفضت الاوفر الريموت من قبل ما يجي لي امازون. فانا ساعتها انا القرار ده في حد ذاته قرار غبي، فاهم يعني. ماشي. لو رجع بيا الزمن عمري ما هاخده تاني. لكن قرار امازون فيرسز الشركه الريموت ده قرار يعني ممكن يكون في كلام، فالله اعلم يعني. بس ممكن يكون الشركه الريموت دي مش شغاله، فالله اعلم ده. بس حلو انا ده. دلوقتي المهم اللي حصل كالاتي. انا كنت بدات اقدم مع شركات، قدمت على باك بيز بنفسي، وهم عملوا لي انترفيوز والحمد لله اتقبلت. وقدمت على الشركه الريموت دي بنفسي، وبرضو لا، الشركه الريموت دي هي اللي جت كلمتني. هم اللي جم كلموني واتقبلت. وفي امازون بقى ده المفاجاه يعني. انا ما قدمتش، كان في حد كان بيقول على لينكد ان اللي احنا فتحنا البوزيشن دون، واي حد عايز يقدم عليه يبعت لي وهعمل له ريفير. بعت للشخص، بعت لمروه، هي يعني هي واحده من انجينيرنج مانجرز اللي عندنا في امازون، حتى معاها في التيم. وتقريبا حد عمل لي ريفيرال او مش فاكر ايه اللي حصل. والحمد لله دخلت الانترفيوز واترفضت، وبعد كده كلموني تاني قالوا لي لا انت عديت، وبعد كده عملت الفاينل انترفيوز وعديت الحمد لله. بس ده مهمه هنا عشان الناس فاكره ان حد يعمل لك ريكومنديشن او تبعت لعمرو من غير ما تعرفه، يا عمرو اعمل لي ريفيرال، او تعرف عمرو وصاحبك اعمل لي ريفيرال، فانت خلاص ضمنت الوظيفه يعني. فده تاكيد ان هو بيساعدك ان انت ممكن تاخد خطوات اسرع شويه توصل الانترفيو، بس انت هتتقيم وهكذا يعني. لكن لو انت تستاهل فعلا فالناس اكيد ان انا هي اترفضت هتوظفك. في الانترفيوز عامه يعني. انا الحمد لله اللي انا عديت. انا اترفضت اصلا اكشلي اول مره عشان هم كانوا جايبين لي على بوزيشن اعلى. انا اترفضت في انا اول انترفيو كالاتي. كان في الجوريثم انترفيو كده عديته، وكان في فون سكريننج او فون انترفيو. فون انترفيو ده بيبقى صعب شويه في امازون. انا حسيت ان انا عديته، بس هم بعتوا لي قالوا لي ريجكت حرفيا خلاص عديت. حلو. وبعد كده كلموني تاني بعديها باسبوعين او ثلاثه، قالوا لي we want to make a round interviews معاك، عشان غالبا هم قرروا بدل ما ابقى انا والله مش فاكر ليه، انا مش فاكر ليه وعملوا كده. بس انا اقصد هم تقريبا كانوا فاكريني L6 دي حاجه عاليه مثلا جدا. وبعد كده حتى الليفلز اوف اكسبيرينس بتاعتي ما كانش L6 خالص يعني. انا لو عملوا لي L6 انا كنت هنتحر اصلا بالشغل بتاع L6 اللي بيعملوه يعني. وبعد كده عملت الفاينل انترفيوز، والحمد لله عديت يعني. كان الفاينل انترفيوز دي كان 5 انترفيوز، عملت فيهم واحد سيء جدا جدا. والسبب ما انا قلت طالما انا عملت وحش انا هعمل في الباقي خلاص انا مش فارقه معايا. عملت فيهم بشكل متميز،
الحمد لله اي جوت اكسبت، كلموني على طول بعديها بيوم او يومين. مم. فده كان دي كانت رحلتي يعني مع امازون يعني. كانت رحله غريبه شويه بس الحمد لله. فانا الناس تاخد دروس كتيره من قصتك مع امازون، موضوع الريفيرال وهكذا، وان انت حاسس ان انت عملت وحش او انت دخلت على جوب معينه وجات ريجكتد، بس اكيد انت اثبتت نفسك وشافوا فيك شيء كويس عشان كده كلموك تاني لما في وظيفه كانت تناسبك وهكذا يعني. برضو هسألك تاني، ازاي كنت بتعرف الشركات اللي هي الشركات سواء بتعمل ريليكيشن او ريموت وهكذا؟ انا وانت بقى يعني لحد ما عارفين القصه وازاي نوصل للشغل ده، بس عايزين احنا نتكلمها بقى، نوصل للناس الكلام ده. ازاي كنت بتعرف الشركات دي؟ يعني انت كنت بتشوف شركات كبيره فبتدخل تقدم عندهم وانت مش عارف هل هم بيهايروا في مصر ولا لا ريليكيشن ولا لا، ولا انت كنت بتكون عارف ان هم بيعملوا ايه بالظبط في الحته دي؟ وازاي كنت بتعرف الشركات دي يعني؟ ماشي. هو الموضوع ببساطه عندك حلول كتيره. انا هقول لك عرفت ان باك بيز بشكل او باخر. عرفت ان باك بيز من انجينير اسمه مدحت، مش عارف اسمه مدحت داوود تقريبا حاجه زي كده. هو يعني هو انا بحترمه جدا. هو دلوقتي شغال سينيور انجينير في مايرو او ميرو. وانا شفته وهو شغال في باك بيز وقررت ما ان انا شاء اقدم الله. عليه. انا بعت له وقلت له ينفع تعمل لي ريفيرال؟ وتقريبا هو عمل لي ريفيرال، بس انا كنت قدمت قبليها فهم كلموني مش على الريفيرال بتاعه. يعني حاجه غريبه كده حصلت. فاي ريتش اوت تو هيم قلت له يعني ينفع تعمل لي ريفيرال، وعمل لي ريفيرال تقريبا يعني. ولكن ازاي تلاقي الشركات بره؟ ببساطه شديده كل اللي عليك تعمله اللي انت تدور. يعني انا مثلا عايز اقدم على شركه بره في المانيا مثلا، او ليتس سي في فرنسا او امستردام او ما الى ذلك. كل اللي انا هعمله انا هفتح لينكد ان وهبص على الجوبس اللي موجوده في الاماكن دي. ودايما هحاول ابص على الشركات المعروفه. ليه؟ عشان انا مش متوقع لشركه صغيره هتعرف تعمل لي ريلوكيشن. يعني متوقع جدا شركه زي امازون، جوجل، فيسبوك، داتا بريكس، الشركات الضخمه الكبيره دي تعرف تعمل لك ريلوكيشن. حلو. لكن لو شركه صغيره فوارد جدا انها ما تعملكش. انا باك بيز ما كنتش اعرفها، ولكن لما انا شفت مدحت شغال فيها دخلت ولقيت اللي هي فعلا بتعمل ريلوكيشن، ولذلك قدمت. بس ده دي من ابسط الطرق اللي انا بعمل بيها اناليسيز. يعني ببص على الشركه، بقرا الديسكربشن، دي يو بروفايد ريلوكيشن ولا لا. او مش عارف اذا كان في حاجه في لينكد ان دلوقتي انا بحاول ابص بتدي الاوبشن ده ولا لا. أم، بس ده باختصار يعني، ده باختصار شديد انا بقدم ازاي، او انا كنت بقدم ازاي ساعتها يعني. بالظبط. هو الناس مثلا، انا كاحمد مثلا لما بدخل ببص اشوف الشركه مثلا، فبشوف ناس من دول مختلفه، او مثلا خلاص هو عمرو اوريدي اللوكيشن بتاعه المانيا والشركه في المانيا، بس بدخل اشوف اصل عمرو كان فين، درس فين مثلا، كليته كانت فين، الشركات اللي قبل كده اللي هو اشتغل فيها، فلقيته ان هو اصلا كان بيشتغل في مصر، او هو مثلا من السعوديه فكان في السعوديه، حاليا في المانيا، بقى الى حد ما الشركه بتعمل ريليكيشن مثلا. وفي شركات بتكتب ده في الجوب ديسكريبشن، في شركات لما بتدخل على الكارير بيج فبيحكي تفاصيل كتير احنا مين وبنعمل ايه والاشياء اللي هم بيقدموها وكذا. فكل دي انديكيتورز يعني الناس ممكن تعرف منها بوينتس زي دي. طب انت طيب. اصلا ده سؤال ليك يعني. انت اصلا بشكل عام انت تنصح ازاي الناس تعمل؟ يعني انا فعلا اجابه على سؤالك، انا ممكن ما اكونش احسن واحد يقول للناس ازاي تقدم على شركات بره. عموما الناس بتقدم ازاي يعني؟ ايه اكتر طريقة؟ هل في بلاتفورمز ثانيه الناس تبص عليها غير لينكد ان مثلا؟ انت كده تخليني ارشح منصات تانية وما ارشحش منصتي. انا بهزر معاك طبعا. بص، في منصات كتيره مختلفه، هي الفكره مش المنصه ولا هكذا. الفكره انا عندي حاجه اتكلمت فيها في فيديو، هي قانونك الوحيد عشان توصل لشغل ريموت. ايه حلو. قانونك الوحيد ده؟ اللوكيشن. انا الشركه كاتبه ريموت يو اس، خلاص ما تبصش على الجوب ديسكريبشن. بس يعني في بعض الحالات بيكون الهايرنج مانجر هم وورلد وايد بس مش في دماغه اصلا يعني. صح. بس مبدئيا ده انديكيتور. فانت هتبص على اللوكيشن، او اول شيء تبص على كلمه ريموت، موجود ريموت فتمام زي الفل. تاني شيء لازم يكون مكتوب ايجيبت او مينا ريجي، تمام. فمعنى كده الشركه بتهاير دايركتلي في مينا ريجن، بس تو بي اونست ما بتبقاش احسن فرص، غالبا بيدفعوا فيها قليل شويه يعني، تمام. عندك ايميا اللي هي يوروب ميدل ايسترن افريكا، فمعنى كده ان ايجيبت ومينا ريجن انكلودد، فخش يا مم. باشا قدم على الوظيفه. بس برضه مش كونفيرمد 100%، فبص على الجوب ديسكريبشن، لان هو ممكن في الاخر كده يقول لك والله احنا ايميا في المانيا وهولندا، احنا ايميا بس عايزين تايم زون معين، ناس في التايم زون ده. او اوكي. يقول لك ايميا مثلا وعايزين ناس قادره الاين مع التايم زون ده، فلو هو التايم زون بتاع يو اس وانا هنا في مصر ففي فرق 7 8 ساعات، بس هو ما جاليش انا عايزك في التايم زون ده، عايزك قادر تالاين مع التايم زون ده. اول اوكي. شركه تكتب وورلد وايد او وركينج فروم اني وير او جلوبال هايرنج، فكل دي انديكيتورز جرين فلاجز ان انت يا باشا تفضل على الله، قدم على طول. الريليكيشن الشركه بتذكره،
الشركه بتذكره بشكل اساسي في الجوب ديسكريبشن، او وحتى اصلا بيبقى براندنج ليهم عشان يعرف ياتراكت توب تالنتس من انحاء العالم، فبيقول له ما تقلقش احنا بنعمل ريليكيشن وهكذا. فهو صح بيبقى ياخد باله ان هو يكتب ده يعني. صح لو الشغلانه مش محطوط فيها لا ريموت ولا ريليكيشن وهكذا، وموجود فيها مثلا مصطلحات معينه، هو بيذكر برضه لو ما عندوش ريليكيشن هيقول لك وي دونت اوفر فيزا سبونسرشيب فور ذيس جوبز. فانت خلاص عندك معلومه اكيد ان هو ما بيعملش الكلام ده كله يعني. وزي ما ذكرت من شويه، ادخل شوف الناس. الشركه دي مثلا الهيد كوارتر في امريكا، بس عنده ناس من المانيا وهولندا والسعوديه وهنا وهنا وهنا، معنى كده ان هي جلوبال كومباني، معنى كده انها بتهاير ريموتلي. لو لقيت ناس مصريين عايشين في المانيا مع الشركه دي، فبنسبه كبيره بتعمل ريليكيشن. صح لقيت ناس مثلا من الوطن العربي او من دول مختلفه وبتشتغل ريموت مع الشركه دي، معنى كده ان هي جلوبال كومباني. كل دي انديكيتورز انت تعرف تقدم ولا لا يعني. بس ما تشوفش كلمه ريموت يو اس وتروح تقدم على طول يعني. انت صح ممكن لو الشركه صح عاجباك روح اسالهم. عندك بوينتس كتير ان انت تبص على الكارير بيج، بوينتس كتير ان انت تدخل تكونكت مع عمرو اللي هو شغال في امازون مثلا، فاساله يا عمرو انتوا بتعملوا ريليكيشن ولا لا. لو ما عندك ما فيش كلاريتي كافيه يعني، او مثلا موجود يو اس بس زي ما اتكلمنا، غير كده عندك انديكيتورز كتيره يعني. بعض الشركات والشركات الكبيره والحلوه بتسيب الميل بتاعهم وتقول لك لو عندك اي سؤال كلمنا على طول. لو الفرصه عاجباك جو يعني وما عندكش ريد فلاجز كامله او تقول لك ان انت ما تقدمش، فروح قدم. ولو بعتوا لك انترفيو ميك شور. انا مثلا بقول للناس انترفيو ذا كومباني ذات انترفيوز يو، مش بتتفزلك على الشركه. بس مثلا عندي uncertainty بوينتس معينه، انا قدمت والله كان مكتوب ريموت يو اس والناس بعتوا لي انترفيو، فانا لما هدخل مع عمرو اللي هو الهايرنج مانجر هو كده كده هيسالك عندك اي سؤال. اي ونت تو ميك شور ان انا عايش في مصر وعايز اتاكد اذا كنتوا انتوا بتهايروا فعلا ريموتلي من مصر وبتاكسبت تالنت من مصر ولا لا، او بتعملوا الريليكيشن ولا لا. فانت في ايدك ان انت عندك انديكيتورز معينه، وبجانب الانديكيتورز دي عندك اشياء تانية ممكن ان انت ايه تتبعها او تعملها يعني. ماشي. عايز اسالك دلوقتي بقى من الاكسبيرينس بتاعتك انت شخصيا ومن الاكسبيرينس بتاعتك في تدوين، اكيد احتكيت بتالنتس كتيره، وخلينا نتكلم عن الناس الجونيورز او خلينا نقول الجونيورز والسينيورز. ايه الفروقات اللي انت شايفها ما بين التالنتس في مصر والوطن العربي عامه، والتالنتس التانيين حتى اللي بيكونوا في دول مش لازم بس في اوروبا، لا الناس اللي في اسيا كمان، الهند وباكستان. في ناس يعني في ناس فاكره ان الناس دي بتشتغل ريموت وبتشتغل مع شركات امريكيه عشان هم بياخدوا مرتبات صغيره بس، لا في ناس بتسافر وشركات في امريكا بتبعت لهم، وناس بيشتغلوا من الهند وباكستان بمرتبات اكبر مننا. فايه الفروقات اللي انت شايفها سواء تكنيكاليتيز او في الهيومن كومبتنسز ممكن تفرق معانا في تفرق مع السوفت وير انجينيرز الجونيورز والسينيورز، ان هم يعرفوا يكمبيت مع الناس دي ويعرفوا يوصلوا لفرص زي دي. وسوري لو هطول، بس عايز اقول لك كمان ان ممكن شركه والله هي مش بتهاير في مينا ريجن ولا بتعمل ريليكيشن من المنطقه بتاعتنا، بس انت لو شاطر هي هتميك ذس اوفر فور يو يعني، لو شايفاك فعلا بالظبط انت بتستاهل شيء زي ده يعني. بالظبط. انا كنت عايز اقول لك حتى يعني عاده للكلام اللي أنا قلته من شويه، فكره اللي انت تريتش اوت يعني من الحاجات الاساسيه في حياتك العمليه. انا عندي مثال صغير بس كنت عايز اقوله قبل ما ننط على السؤال ده، الا هو في مره شركه انا قدمت عليها هنا وانا في المانيا وانا في امازون، بس انا ما رحتهاش في الاخر. حلو. لاسباب كتيره يعني، بس ايا كان شركه انا قدمت عليها او مش قدمت عليها، هي كلمتني ورحت عملت عندهم في الشركه انترفيو. ماشي. وما عملتش كويس. كنت متوتر ومش عارفه ايه عادي، الانسان الواحد بيتوتر عادي جدا. حلو. واترفضت. تمام. بس انا كنت لسبب انا كنت عايز اثبت لنفسي ان انا هعدي الشركه دي، وكانت عجباني في حاجات معينه، وفي حاجات تانية انا كان عندي شكوك اللي انا هكمل معاها. فانا عملت ايه عشان اتقبل؟ انا اترفضت خلاص. انا خلاص قالوا لي مع السلامه روح بيتك. وادوني فلوس اليوم اللي انا اخدته من شغلي عشان اروح لهم واكلوني وبتاع. شركه لطيفه. كان عندهم ديسكورد تشانل بياخدوا ريفيوز من الناس. انا دخلت الديسكورد شانل وبعت للشخص اللي عمل لي انفيتيشن للشركه، وقلت له I want to get interviewed again. انا مستعد. I want to get interviewed again. اعمل لي انترفيو تاني. وقلت له I have potential. وقلت له يعني قلت له عادي. قال لي let me think about it، ورجع لي بعديها باسبوع وعمل لي انترفيو وعديته و they accepted me. حلو. وانا رفضت بعديها يعني لاسباب كتير يعني. كان عندهم كانوا بيشتغلوا كتير قوي. وانا كنت لسه بلال جاي، فانا قلت لهم لا مش هعرف اشتغل الوقت ده خالص. كان عايزين نشتغل 10 ساعات في اليوم. فانا قلت لهم لا مش هعرف. فالمهم يعني اللي انا عايز اقوله دايما اسعى اللي انت توري نفسك وما تيأسش، وعادي لو اترفضت مره واثنين وثلاثه اتس اوكي اتس فاين. حلو. انا مرت عليا يعني مثلا من قريب مرت عليا حاجه شبه كده وحسيت بيأس شديد، ودلوقتي انا بحاول اكلم نفسي باللي انا بقوله ده. فبس ايا كان مش يعني الحاجات عموما في الحياه يعني، في المجال وما الى ذلك. فبس فده
دي بوينت يعني مهم. طيب استاذنك عشان سوري لو قطعك يعني في النص في موضوع جزء الريموت وركينج وهكذا سؤالك. احنا اوريدي لو حد من كوميونتي تدوين او حتى من الكوميونتي بتاعنا ما يعرفش، بس احنا اوريدي عاملين فيديوز مسمينها ريموت امبلويمنت اكاديمي، اللي بنشرح فيها بالظبط كل شيء عن الشغل الريموت، تلاقيه فين وازاي والعقود والشروط والالتزامات وكل ده. وعندنا بلاي ليست ثانيه اللي هي الين ستوك، اللي بنستضيف فيها ناس زي الفل كده، زي العسل، زي عمرو. وعندنا كمان على الويب سايت احنا الدوكيومنتيشن اللي احنا بنينا بيه الاوتوميشن، او ازاي بنسورس الريموت جوبس وهكذا. على الويب سايت بتاعنا هتلاقيه موجود، لو عملت كليك هتنزل الدوكيمنت دي اي حد عايز يجرب يعمل اي شيء تكنيكال اوتوميشن، او عايز يتعلم منها اصلا كل القوانين وكل الرولز اللي لها علاقه بريموت وركينج، فيقدر ان هو يوصل لها من ده، سواء الفيديوز او الدوكيومنتيشن اللي احنا عاملينه يعني. فسوري لو قطعتك، اتفضل قول لي بقى ايه نصيحتك للناس الجونيورز والسينيورز اون هيومن بينج ليفل واون كارير كومبتنسز برضو، عشان يعرفوا يستاند اوت ويكون لهم فرص افضل واحسن زي الناس اللي في كل العالم يعني، خصوصا حتى الدول اللي حالها صعب زينا، لكن ما شاء الله بيعرفوا يعملوا لنفسهم مكانه في السوق يعني. انا بص، انا يعني مقارنه مثلا الناس اللي جايه من الهند او باكستان مقارنه جيده. ليه؟ الناس دي عندها هارد وركينج منتاليتي. الناس دي ايوه مش شرط مش ايه. بص، في فاكتورز كتيره جدا بتاثر على حياتك المهنيه، منها الكوميونيكيشن، منها التكنيكاليتيز، منها البرودكتيفيتي بتعرف تعمل ايه. حلو. الناس دي مش شرط يكون عندها كوميونيكيشن عالي، ورغم اللي في منهم كوميونيكيشن عالي بشكل مرعب. يعني كل السي او بتوع العالم، كل السي اوز بتوع الشركات الضخمه هتلاقي معظمهم جايين من الهند مثلا. هتلاقي معظمهم جايين من جوجل، السي او بتاعه من الهند، مايكروسوفت السي او بتاعه من الهند. اعتقد التوب الفورتشن 500 شركات كتيره منها السي او بتاعها من الهند، من اغنى الشركات في العالم من الهند. طيب الناس دي من اللي انا بشوفه they are very hard working. بيشتغلوا يعني حتى لو هو مش شرط يكون قوي تكنيكال، رغم ان هم في منهم ناس اقوياء جدا تكنيكال، بس هم هارد وركينج جدا، بيشتغلوا بعنف شديد. حلو. ممكن يكون بيشتغلوا اوفر تايم، ممكن يكون بيشتغلوا كتير جدا وما الى ذلك. عشان كده الناس دي دايما بيشتغلوا في الاول في الهند، وبعد كده بياخدوهم لامريكا. حرفيا هم بياخدوهم لامريكا، بياخدوهم لاوروبا. هنا في اوروبا في كميه ناس كتيره جدا من الهند. فاللي انا اقدر اقوله لك، الناس دي مقارنه بالناس كلها، مش بس مصر عشان برضه اكون عادل، الناس دي بتشتغل زياده على اللزوم، او بتشتغل بشكل هارد وركينج جدا. ولو انت عايز تبقى كويس في مجالك، عادي يو كان عادي، ممكن تكون قوي في مجالك وممكن تكون هارد وركر، الاثنين في نفس الوقت. فاعتقد لو انت بقى من الهند وانت هارد وركر وكمان قوي تكنيكال، فانت ممكن تطلع في حته عاليه جدا. فده من الحاجات الاساسيه. من الحاجات الثانيه اللي انا شايفها، الناس مثلا عندنا بتجيب بروموتد ليه؟ مثلا عندي في التيم مثلا انا بشوف كده حاجه، الناس بتجيب بروموتد مش عشان هي عملت ايه بالظبط، عشان الامباكت اللي هي عملته. يعني انا كعمر ممكن اكون عملت حاجه تكنيكال وايز مش ضخمه، تكنيكال وايز مش عملاقه، ولكن الامباكت بتاعها ضخم جدا. حلو. يعني مثال على كده ايه؟ مثال على كده، لو انا ليتس سي انا قاعد دلوقتي عمال احاول ان انا اعمل حاجات تكنيكالي صعبه قوي، والتاثير النهائي بتاعها مش ملحوظ بشكل كافي. اديك مثال، زي مثلا انا اعمل ريفاكتور ضخم جدا لكود بيز، والريفاكتور ده يزود البرفورمانس من 100 ملي سكند تبقى 80 ملي سكند. اتس جود، حلو عظيم، ممكن تكتبه كمان في الريزم بتاعك، ممكن كمان يبقى جزء من الحاجات اللي انت عملتها. هل ده ليه فيزابيليتي عاليه؟ ات ديبندز. لو انت بتعمل مثلا اي بي اي العالم كله بيبص عليها، فالعالم كله شاف ال 20 ملي سكند ديفرنس دي، تمام، انت كده عملت حاجه خارقه. لكن لو انت بتعمل حاجه جوه المجال بتاعك او جوه التيم بتاعك، وده الفرق الوحيد اللي انت عملته، مش شرط حاجه هتتشاف. اون ذا اذر سايد بقى، دي حاجه ثانيه. لو انا بقى خدت مشروع ما، والمشروع ما ده مثلا بيعمل اوتوميت لتاسكات، انت وانا وعمر وعبد الله وابراهيم واسماعيل مش عارف ايه، كل دول استفادوا منها. ده حتى اي وات ايفر بقى، هي كبيره ولا صغيره، بس طبعا منطقي هي تكون حاجه كبيره، عشان انت اكيد مش هتعرف تعمل اوتوميت لحاجه ما حدش عارف يعملها اوتوميت غيرك، او انت عرفت تلاقيها. حلو. ده في حد ذاته من اكتر الحاجات اللي بتخلي عليك العين، وبتخلي عليك اللي انت تعرف تجرو. انا دلوقتي انا مش بس بعمل حاجه لنفسي، او مش بس بعمل حاجه عشان هي فن، لا، انا بعمل حاجه ليها امباكت على التيم بتاعي كله، او على الاورجنايزيشن، او على الشركه، او على باقي التيمز، او ما الى ذلك. فمن اكتر الحاجات اللي بتخليك تبقى متشاف هي الامباكت اللي انت بتعمله، هي نوعيه الشغل اللي انت بتعمله، الحاجات اللي انت بتعرف تعملها كويس. فاهم؟
ومش شرط كل حاجه تبقى سكوب. يعني في بعض الشركات تبقى كل حاجه بيقول لك انت المفروض تعمل 1 2 3 4. عادي، انت ممكن تبدا انيشيتيف من نفسك، مش شرط تكون الانيشيتيف دي معمول لها ابروف. انت ممكن تبدا الحاجات دي من نفسك وتعرضها على التيم. ممكن تبقى الانفايرمنت بتاعتك توكسيك، وبالتالي انت محتاج تروح لشركه ثانيه. يعني دي حاجات ثانيه. يعني ممكن واحد يسالني ما انا ما عنديش المجال. لو ما عندكش المجال ده اسعى واكبر في الشركه اللي انت فيها، وحاول تروح شركه ثانيه بتديك المجال. مش بقول لك امشي من الشركه، ما تمشيش خالص. فده اللي بيفرق المينتاليتي بتاعه الناس عامله ازاي. وطبعا اللي بيفرق التكنيكاليتيز. يعني انا مش بس انا عندي مينتاليتي بعرف اعمل حاجات فيها امباكت. انا مش بس عندي كوميونيكيشن، انا كمان عندي تكنيكال سكيلز عاليه جدا. ده اللي بيفرق من شخص بيدي امباكت ولا لا. وعندي في الشركه مثلا اديك مثال تاني، اللي بيفرق برضو من الناس الجونيور فيرسز الناس اللي مش جونيور. مش عايز اقول سرعه البديهه، بس يا رب، بس الاناليتيك سكيلز. انا عندي قدره اللي انا اعرف انالايز المشكله دي، واعرف افكر شويه، مش ما اخدش قرار سريع. دي حاجات بتفرق جدا. دي الحاجات اللي انا بشوفها اللي بتفرق من واحد جونيور مثلا وواحد ميد ليفل وواحد سينيور. الواحد الجونيور ده بيبقى على طول بيبقى مش عارف يعمل ايه، او بيروح يسال جوجل ايام لما كان في حاجه اسمها جوجل. حلو. وبيتيك اكشن على طول بسرعه، او ما بيعرفش يعمل ايه بسرعه. حلو. الشخص الميد ليفل او السينيور مثلا ممكن يستنى شويه، ممكن يسال اسئله منطقيه، ممكن يحاول يبص على اللوجز، ممكن يحاول يفهم ده حصل امتى وحصل ازاي وما الى ذلك، ويبدا يكتب الكلام ده كله، ويبدا ياخد قرارات فعليه عشان يحل المشكله الاتيه. حلو. مثال تاني على الجونيور السينيور مثلا، اللي حصل فيه مشكله في البرودكشن. ايه اول حاجه المفروض انت تعملها لو انت تقدر تعملها؟ في هنا تو اكزامبلز انا بشوفهم. حلو. اول اكزامبل، واحد ممكن يحاول يحل مشكله، يحاول اكشلي يحل مشكله. ثاني اكزامبل، واحد يعمل رول باك للفيرجن اللي كانت شغاله. ده بالنسبه لي دي منتاليتي. في فرق في المنتاليتي ما بين ده وده. انا بالنسبه لي ايه الصح؟ بالنسبه لي ديفينتلي انت محتاج تعمل رول باك، وبعد كده تفكر ازاي تحل المشكله. ما تحلش المشكله. انت دلوقتي عندك مشكله في البرودكشن، اعمل لها رول باك. ديبيندز طبعا على حل المشكله. لو حل المشكله انت عارفه خلاص اعمله دلوقتي على طول لو انت هتحلها دلوقتي. لكن لو انت عندك مشكله، اعمل لها رول باك الاول وبعد كده حلها. ظهر لنا مشاكل كتير جدا في الشغل، وعملنا حاجه اسمها سي وي اللي هي كوركشن اوف ايرور، بسبب الموضوع ده اللي احنا ما عملناش رول باك بشكل سريع. عشان انت بدل ما انت كان عندك 100 واحد افكتد، بقى عندك 200,000 واحد افكتد. فاهم؟ بس دي يعني بشكل عشوائي يعني الحاجات اللي انا بفكر فيها يعني. بس حلو جدا. بس خلينا بس نتكلم على بوينت اللي هم الناس بتاعت مثلا اسيا وهكذا، هم هارد وركينج. مش انا وعمر مش قصدنا ان انت تشتغل اكتر من ساعات عملك، بس فكره ان انت عندك الملكه ان انت تشتغل، وان انت دايما تحاول تشتغل اكتر واكتر واكتر وهكذا يعني. وانا فعلا لاحظت على فكره مش بس الناس اللي سي اكزيكتيف ليفلز وهكذا، لا بجد والله العظيم. يعني في ناس جونيورز سينيورز سيلز تكنيكال انجينيرز بتاع، وما شاء الله اشتغلوا ريموت وسافروا بره وهكذا. يمكن الناس تقول لك طب انا الانجليش، طب انا عندي الملكه وعندي التكنيكاليتيز، بس الانجليش ومش الانجليش. ما فيش اكبر من امثله الناس يعني احنا اكيد احنا الانجليش بتاعنا سيء، بس اكيد في اسوء مننا مثلا في اسيا شويه وبتاع. بس عشان الشخص ده عنده المينتاليتي وعنده التكنيكاليتيز، فالانجليش مش تكون هي العائق يعني، طالما عارف يكومينيكيت مع الناس، بس عنده امباكت حقيقي متشاف ان هو يقدر يضيفه للشركه وهكذا يعني. اخر سؤال في الكلام ده كله، ونبدا نشوف قصه التدوين والجيرني بتاع التدوين. تفتكر هل في فرصه كبيره للانجينيرز في مصر، وتحديدا الفرونت او الانجينيرز عامه، ان هم فعلا، هل السوق فيه فرصه ليهم كبيره ان هم يسافروا او يشتغلوا ريموت مع شركات نظيفه وشركات كويسه، مش مجرد شغل ريموت وخلاص بفلوس قليله، او فرص في شركات تحت بير السلم؟ فلسه في فرصه كبيره للناس دي، ولا السوق بقى فيه كومبيتيشن بشكل صعب؟ يعني من ده على ده. يعني السوق موجود، لسه في متطلبات، لسه في شركات بدأت تهاير. مؤخرا بقيت اشوف ده على لينكدين بشكل كبير. ولكن برضو السوق بقى فيه منافسة شديدة وشرسة. فكرة اللي انت تكون بس بتعرف تعمل حاجات في الفرونت اند او في الباك اند فقط ما بقتش فيفربل. الناس دايما عايزة الشخص اللي بيعرف يعمل حاجات كتيرة، مش شرط تكون فول ستاك، بس تكون فاهم كويس، تكون فاهم الحاجات كويس. يعني انت فرونت اند فاهم يعني ايه بي ايز، فاهم يعني ايه نتورك، فاهم يعني ايه ازاي تهندل الايشوز. لو انت باك اند فاهم يعني ايه براوزرز، فاهم يعني ايه بيرفورمانس في البراوزر، فاهم يعني ايه ديليز وما الى ذلك. حلو. فالموضوع بقى فيه منافسه، عشان انت بقى متطلب منك حاجات اكتر من زمان. وان كمان دلوقتي بقى في ادوات كتير قوي بتساعدك، فانت محتاج ان انت تكون بتعرف تستعمل الادوات دي بشكل او باخر.
بقى من المتطلبات الرئيسيه في كل الشركات دلوقتي. حتى عندنا في امازون بنستعمل الادوات دي بشكل مجنون. بس فمن ده على ده يعني، ما اقدرش اقول لك لا وما اقدرش اقول لك اه. ماشي. والآن يعني بعد ما اتكلمنا معاك يا عمرو عن رحلتك بكل شيء وأنا اتبسطت بالكلام والناس، وأنا متأكد الناس هتتبسط وتستفيد، وإن هي تسمع قصص حقيقية للناس يعني بشكل مبسط وكل شيء. تعال نتكلم عن التدوين. بس قبل ما نتكلم عن التدوين، وزي ما قلت لك من شويه يعني، ان في حد في الكوميونتي اوريدي سالني مثلا بشكل هو ما يعرفش ان انا وعمرو التدوين بنتكلم مع بعض، واحنا الاثنين بنشتغل في نفس الحته، بس هو سالني بشكل عفوي لما لقاني انا بعرض تولز سي في وبخلي الممبرز يعرضوا تولز سي في. والناس حاليا على لينكد ان ناس كتيره عماله تعمل تولز وبتاع للجوبس والسي فيز ومش عارف ايه. فسالني سؤال عن فكره ان هو ازاي الناس ممكن تتميز في الحته دي وليه اصلا، او يعني فكره ايه. او تعالى ناخد على المثال بتاعنا، احنا الاثنين بنعمل نفس الشيء يعني بشكل ما كبزنس وايز كومبيتيشن وبتاع، بس انا وانت شايفين ده بشكل مختلف طبعا. فتحب تقول ايه للناس مثلا؟ ومن المثال بتاعنا ان احنا النهارده بنعمل اشياء في نفس الحيز، بس احنا جايين نتكلم مع بعض ونشير مع الناس وبنعرض حتى الينز وبنعرض تدوين وهكذا. في البرسبكتيف بتاعك ان الناس ما تخافش من التحدي، او ما تخافش ان حد ياخد افكارها، او ان هم حتى يحطوا ايديهم في ناس تانية بتعمل نفس الاشياء بتاعتهم يعني. فواتس يور برسبكتيف اباوت ذس، او تنصح الناس في حاجه زي دي ازاي يعني؟ ماشي. انا عندي كذا راي في الموضوع. اول راي الا وهو ده راي عام يعني. اول راي يعني في مجال كتير جدا للناس اللي هي تقعد في نفس كو اكزيست. يعني في مجال اللي فيه 30 بيزنس بيعمل نفس الحاجه، ال 30 بيزنس يكسبوا. فليه انت كشخص ما تتقبلش ده؟ والتقبل في حد ذاته ممكن يخلق فرص. بمعنى، لو انا تقبلت اللي انت يا احمد مثلا بتعمل حاجه شبه اللي انا بعملها، بدل ما انا يعني بدل ما انا مثلا let's say اماركت اجينست يو، او اقول ده الشخص ده مش كويس او ايا كان، مش شرط اعمل كده، انا بافور يعني، بس انت فاهم القصد دي. حلو. ايوه. ليه انا ما اوجدش طرق اوريك تمام انا متقبل ده ومستعد كمان اشارك معاك؟ مش شرط اقول لك انا بعمل ايه بالظبط، عشان برضه في الاول في الاخر انا بعمل ماي اون ثينج يعني، خلينا واقعيين. حلو. بس ليه بالظبط. انا ما اتقبلش ده ونخلق نوع من انواع الكونكشن بحيث ان احنا كلنا نستفيد؟ حلو. انا في الاول في الاخر انا بحاول افيد الناس، وده يرجع لي في الاخر اللي هو هيفيدني انا شخصيا، ويفيدنا احنا كتدوين، يفيد اخويا ككو فاوندر، يفيد كل التيم بتاعنا، الفاوندنج تيم بتاعنا. ده طريقتي في التفكير. ممكن اكون غلط، ممكن اكون صح، الله اعلم، بس انا طريقتي في التفكير الا وهي الدنيا بسيطه، وفي مليون طريقه اللي انت تعرف توجد بيها اماكن للتعاون. التعاون في حد ذاته قوه، وفكره انت تقعد تخاف على البلاتفورم بتاعتك وما الى ذلك. البلاتفورم بتاعتك كده كده مفتوحه يعني، انت ممكن تخش تشوف انا بعمل ايه بالظبط. بالظبط. بالظبط، وتعرف تحاول وتنقل اللي انا بعمله. فالموضوع دلوقتي ما بقاش انت تقدر تنقل اللي انا بعمله ولا لا، الموضوع دلوقتي بقى الاكزيستنج، هل انا موجود في السوق ولا لا، هل انا ليا براند ولا لا، هل ليا اسم ولا لا، هل ليا ايدنتيتي ولا لا. ده اللي انت صعب تنقله. ولو ان ده ما بقاش صعب قوي، بس صعب نوعا ما يعني. بس ده طريقه تفكيري في الموضوع. عندي نفس البرسبكتيف، وعندي شيء تاني برضو، ان حتى لو انت و90,000 واحد بيعمل نفس الشيء، فكل واحد عنده التيست والستايل بتاعه والاوبجيكتيف بتاعه يعني. حتى لو ده بيعمل نفس التول اللي انا بعملها، بس انا عندي اوبجيكتيف معين ممكن يختلف عن الشخص ده. وثانيا لو احنا هنتكلم عن حيز ايجيبت او المينا ريجين، ليه ما نظبطش مع بعض ونكولابريت مع بعض فنعمل شيء تاني اكبر؟ عمرو هيساعدني في اللي انا بعمله، وانا هساعد عمرو في اللي هو بيعمله. انا هكبر من ناحيه وعمرو هيكبر من ناحيه، فكلنا بنكبر يعني، بنسبورت بعض بالاكسبرتيز المختلفه بتاعتنا. انا عايز حاجه من عنده، هو عايز حاجه من عندي، وهكذا يعني. ودايما عندي مبدا او اتعلمته من زمان في البرنامج خواطر يعني، ما بقاش موجود دلوقتي، احمد الشقيري لما كان بيقول لك متحدين نقف متفرقين نسقط. احنا هنا احنا ممكن نكبر مع بعض، ده بيعمل شيء وانا بعمل شيء، ممكن نكولابريت. انت تقدر تخلق فرص كتيره قوي بدل ما تكمبيت مع الشخص اللي قدامك وتحرك في الايموشنز بتاعتك والمايند سيت بتاعتك وبتاع. لا، انت ممكن تعمل فرصه اصلا صح، تستفيد من وجود عمرو اساسا يعني. صح. يلا بينا بقى، خدنا في جيرني كده، احكي لنا ايه هي تدوين. طيب، الناس في التدوين تستفيد بايه، وفي الفري ان انت تشو كيس تدوين كما يحلو لك يعني، سبيسز يورز حلو، يعني. عظيم. ربنا يكرمك. طيب، باختصار احنا في تدوين بيعمل ايه؟ هو الفكره جايه من الاسم، والناس هتفهم ليه اسمه تدوين دلوقتي. الفكره في تدوين ايه؟ الفكره في تدوين اللي احنا مش we are not yet another resume builder, we are not yet another job seeking platform. حلو. احنا بلاتفورم، كارير بلاتفورم قايمه على الداتا بتاعتك.
اللي انت بتدون ده ممكن تحط فايلات، ممكن تحط الريزمز القديمه، ممكن تحط بروجكت بروبوزلز، ورك دايريز، ايا كان انت تتخيله ايه ممكن تحطه في الورك سبيس بتاعك في تدوين. فكل ما انت حطيت داتا اكتر ممكن تحطها مره واحده بس في حياتك، حلو، كل ما احنا بنفهم انت مين، الشخصيه بتاعتك مين، بنخلق زي بروفايل عنك انت. وبالتالي بعد ده اللي بيحصل في تدوين، اللي احنا بنتيح لك الفرصه اللي انت تعرف تقدم على شغلانات، ان انت تكوبي بس اللينك بتاع الجوب بروفايل، بنكريت لك جوب بروفايل متكامل، تعرف تعمل له شير، تعرف تعمل له اديت، تعرف تعمل له داونلود از ريزمي، تعرف تعمل له جنريت كفر ليتر، وكل جوب بروفايل كستمايزد للشركه اللي انت بتقدم عليها، حلو. مش بس كده، بما ان احنا عندنا الداتا بتاعتك بنعرف نعمل حاجات كتير جدا، بنساعدك في الانترفيوز، بنساعدك كمان في بنكريت لك يور اون بيرسونال براندنج ويب سايت، وكل ده مبني على الداتا بتاعتك. انا ممكن هنا شير سكرين. ممكن هنا اوري الناس ما الذي يفعله تدوين باختصار فالحلو في يعني. ده من شير سكرين، الحلو في ده يعني مثلا علشان في تولز او في شات جي بي تي وهكذا، في تدوين لما انت بتدون كل شيء عنك وبتابديت ده، سواء عملته مره وبتابديت مع الوقت يعني كل الكلام ده، فانا عندي كونتكست حقيقي عندك. لو انت عندك سكيلز مختلفه، عندك مالتي بوتنشاليتي، اشتغلت في كارير وعملت كارير شيفت، فانت ممكن تنسى وما تاخدش بالك ان انت عندك ترانسفيربل سكيلز وهكذا. لا، ففي تدوين انت عنده الهيستوري كامل عنك، فعارف البوتنشال بتاعك فين او انت شاطر فين، فكل وظيفه تحطها هو يجمع لك كل الاكسبيرينس الريليفنت للوظيفه دي وهكذا يعني. فده شيء رائع يعني، لان الناس برضو عشان تكستمايز السي في بتاع كل وظيفه كل شركه، فالموضوع اكيد بياخد وقت ومجهود يعني. بالظبط، بالظبط، ده اللي انا كنت هوريه لك دلوقتي. فمثلا تعالى نخش، ممكن ابدا بحته الانبوردنج، صح؟ اه اوكي، خليني اعمل اكونت بقى تاني، بما ان الاكونت اللي انا اتعمل ده اتحرق، امسحه، معلش اعذر لك. لا لا يا باشا، براحتك، اهم شيء نطلع الموضوع بشكل لطيف ونسهل للناس يعني، فنعيد مره والتانيه والتالته، ما عنديش اي مشكله. خلاص زي الفل. ادي مشاكل الايه، ادي مشاكل الديموز. طيب عظيم قوي. طيب انا ممكن اخش على طول على الانبوردنج زي ما قلت. طيب خلاص، اوكي، انا 1 2 3. فدلوقتي انت ممكن يعني تعالى نجرب حتى نعمل يوزر جديد عشان اوريك السيستم شغال ازاي. انا اوريدي عملت يوزر، يعني حجزت يوزر باسم ديمو يوزر لينا عشان نتفرج عليه عامل ازاي. تعالى نعمل لوجن ونشوف. طيب اول حاجه بتقابلها اللي انت بيجي لك انبوردنج. الانبوردنج دي عمليه بسيطه جدا، انت بتضيف فيها بس البيزك انفورميشن بتاعتك، وبتضيف فيها الدوكيمنت بتاعتك، وهقول لك استعملها ايه دلوقتي. فمثلا هنا اضيف النيم، ممكن اضيف اللينكد ان بتاعي، وممكن اضيف اليوزر نيم. هنا اليوزر نيم هنا بيبقى حاجه يونيك، حلو، خليها 1. اوكي، اليوزر نيم هنا ده اليوزر نيم اليونيك بتاعك اللي هو بيبقى مربوط بالجوب بروفايلز بتاعتك، بالمي بيج بتاعتك، وكل ده هوريه لك عشان كل ده بيبقى مربوط بالدومين بتاعك انت، او باللينك بتاعك انت. طيب ندوس كونتينيو، تقول هنا عدد سنين الخبره مثلا، وانا شغال في السوفت وير. نيجي هنا بقى ايه لاهم حته في الاونبوردنج، اللي هي برضو عمليه بسيطه جدا. الحته دي هو بيقول لك ايه، بيقول لك ابلود الدوكيومنت بتاعتك. الدوكيومنت بتاعتك دي ممكن تكون ايا كان نوعيه الدوكيومنت بتاعتك ايه، ريزمز قديمه، بروجكت بروبوزلز، دوكيومنتس، ورك دايريز، اي حاجه تتخيلها، حلو. ففي الحاله دي مثلا انا ممكن اضيف الريزم القديمه بتاعتي. هو عندنا في تدوين احنا بنحفزك ان انت تابلود ايا كان نوعيه الدوكيومنتس، ولكن حاجه بتتكلم عليك، فطبيعه الحال انت المفروض تحط الريزم بتاعك. فانا مثلا هنا عندي الريزم ده حطيته، ممكن حتى احط الكفر ليتر. انا كان عندي حتى الكفر ليتر قديم، فين هو يا معلم اهو، حطيته، حطيت الاثنين دول، ودوس كونتينيو. وكمان لو انت في حاله ان انت ما عندكش ريزمي، انت ممكن تخش في الفورم دي، والفورم دي هتسالك شويه اسئله، هتكريت لك الحاجات دي كلها از مارك داون فايل، هيتحط عندك برضه في السيستم او في ورك سبيس. طيب بما ان انا عندي ريزمي، فانا هدوس كونتينيو وهدوس فينيش. طيب عظيم جدا. دلوقتي دي الداشبورد. لما انت بتيجي تخش على الورك سبيس بتاعك، الورك سبيس بتاعك ده فيه الدوكيومنتس اللي انت عملت لها ابلود، والورك سبيس بتاعك ده المكان اللي انت بتحط فيه اي حاجه او حتى بتكتب. هو الفكره كلها جايه من كلمه تدوين. يعني انا ممكن مثلا هنا ليتس سي اللي انا في بروجكت جديد عملته، ممكن استعمل هنا مثلا التمبلت بتاعت البروجكت واكتب ايا كان اللي انا عايز اكتبه ايه، مثلا ليتس سي بروجكت فرونت اند، واكتب الديت واكتب اللي انا عايزه واكتب اي حاجه انا عايزها، واروح دايس سيف. حلو، تمام، كونفيرم اند سيف. ايه لا انا مش بتكلم. اوكي أنا كنت فاكر وبالتالي ده سيفد عندك في الدوكيومنتس. ممكن تقول اللي هو يستعمل في اي اي او ما يستعملش في الاي اي، بس طبعا في الحاله دي ده ملوش اي معنى عشان ده يعني دي تمبلت، فتعالى بس نشيلها. وعظيم جدا. ماشي. طيب دلوقتي بقى انا عندي الداتا بتاعتك، ايه اللي انا ممكن اديله في تدوين؟ انت ممكن اول حاجه تيجي عليها هي جوب بروفايلز. انت مثلا عايز تقدم على شغلانه معينه وعايز تعمل لها كاستمايزد ريزمي، او عايز تعملها كاستمايزد جوب بروفايل مبني على الداتا بتاعتك ومبني على جوب بروفايل دي.
فكل اللي انت بتعمله تقول له ايه كريت نيو جوب بروفايل، تدي له اللينك. ليتس مثلا اروح انا عايز اللينك حقيقي، عشان انا هنا في انكوجنيتو. تعالى نفتح لينك، تعالى نجيب جوبس معينه. مثلا انا مثلا عايز الشغلانه فاوندنج فول ستاك انجينير يا سيدي. تعالى نبقى فاوندنج تاني، وتعالى نيجي هنا. نايس ان انت بجد باشمهندس رامي، انا كلمته برضه عشان ينزل على مرتكز ونعمل معاه ميت اب برضه يعني، بس انا لسه ما ضفتش البروجكت بتاعنا عنده على على البلاتفورم بتاعته. اوكي. ده باشمهندس انا ده لسه كده في النص يعني. عظيم. طيب فدلوقتي انا دخلت بعمل كريت جوب بروفايل، واللي بيحصل كالاتي، اللي هو بيانلايز الجوب ديسكريبشن نفسها، وبيانلايز الداتا بتاعتك، وبنعمل زي احنا عندنا مالتي ايجنت بيدور على الجوبايه نفسها، بيروح لجلاس دور، بيقرا الريفيوز، بيقرا كل حاجه عن الحاجات دي كلها، وبيحاول يكريت نوع من انواع المابنج للداتا بتاعتك، وايه اللي المفروض يكتبه عشان يناسب الشغلانه دي. كده بيكستمايز السي في مش بشكل عشوائي، بيكستمايز السي في بيزد على الهيستوري الحقيقي بتاعي انا، كل السكيلز والاكسبرتيز اللي انا عملتها قبل كده حتى لو في شغلات مختلفه يعني. بالظبط. بس هو اكشلي ده مش سي في، ده جوب بروفايل، وحواريك بقى يعني ايه جوب بروفايل جواه، وتقدر تعمل فيه إيه عشان تنزله از ريزومي. تمام. فكونسيبت جوب بروفايل دي حاجه جديده احنا بنحاول نخترعها في المجال، وان شاء الله يعني ننجح فيها. بس اكشلي ده جوب بروفايل تقدر تنزله از ريزومي، وتقدر تنزله از ان اي تي اس كومبلاينت ريزومي في حواريك. فده مثلا اول جزء. الجزء الثاني الحاجه اسمها مي بيج، بس خلينا نستنى مثلا هنا ده يخلص عشان انا اكسايتد جدا اوريك الاوتبوت. ماشي. انا اوبسيسد بموضوع الجوب دايريز علشان انا بعمل ده من زمان. لو انا مبسوط او مخنوق او بوصل لبوينتس معينه مش فاهم نفسي فيها، بفتح وورد دوكيمنت كده وبقعد اكتب فيها انا حاسس بايه، بمر بايه، انا عملت ايه بايه، طب انا عايز اعمل ايه الفتره الجايه، فذيس از سو نايس يعني. فلك ان تتخيل ان انت عندك مكان تعرف تكتب فيه اللي انت عايزه، وكل ده هيجيت ريفلكتد في اي شغلانه انت بتقدم عليها. دي من الحاجات العظيمه اللي احنا يعني بنحاول نعملها. مثلا انا اصحى الصبح النهارده عايز اتكلم عن شيء ايجابي او سلبي له علاقه بالكارير بتاعي، فبدل ما اكتبها على لينكدين بس انا ممكن اكتبها هنا، فهو بيسيف ماي ثوتس وماي ايموشنز حتى about ماي كارير، وانا بمر بايه او عايز اوصل لفين او عايز اعمل ايه، فحقيقي this is so nice عاش يعني. انا هوريك مثال. انا بقول له مثلا I did a huge project about Reddit. I fixed Reddit through GitHub. ايا كان اي حاجه اللي انا عايزه جوه GitHub PR. This is a new project مثلا، واسيب. وتعالى اوريك ده هنستعمله في ايه دلوقتي. انا قلت له نستعملها في الاي اي، وده عملت له سيف مثلا جوه الدوكيومنتس بتاعتي، فبقى هنا. حلو. انا ممكن اعمل له اديت بعديها. خلينا نحطها في الورك دايريز ونعملها سيف. تمام. وهوريك هنستعمله في ايه. طيب لو رجعت دلوقتي لقينا الجوب بروفايل كريتد. حلو. لو عملت لها فيديو دلوقتي، كل اللي انت شايفه ده انت ما لمستوش، اتعمله جنريت باي ديفولت. حلو. تعالى بس نخلص الويزر ده وهقول لك ايه اللي موجود فيه. فهو دلوقتي عمل لك جوب بروفايل كامل، في السمري، في الديتيلز بتاعتك اللي هو استخرجها من الريزم القديمه بتاعتك ومن الداتا بتاعتك كلها اللي انت حطيتها. حلو. وكتبها بشكل منطقي، يعني كتب مثلا قال لك امبلمنت كذا كذا كذا، وخلاها اسمها يا ربي مبنيه على ارقام، يعني مبنيه على اتشيفمنتس انت اكشلي عملتها، وظبط لك الريزم بناء على الجوب اللي انت بتقدم عليها، وظبط لك الاتشيفمنتس بتاعت كل واحده، وحط لك الاديوكيشن، وحط لك البروجكتس اللي انت عملتها، وحط لك الاواردز كلها. كل ده اذا جوب بروفايل. لو انت بصيت على اللينك ده نفسه ممكن تشيره لو انت عايز طبعا. يعني انت ممكن انت كريكروتر تبص على الجوب بروفايل ده وتشوف هو عامل ازاي لو حد بعته لك. وممكن انت كيوزر ليه تعمل كذا حاجه. اول حاجه تعرف تعمل له اديت. ليتس مثلا حد قال لك السمري يا معلم مش كويسه، لا اعمل لها اديت وغيرها. تاني حاجه تعرف تعمل اديت لكل حته فيها من السكيلز، من كل حاجه تخيلها. بعد ما تخلص الكلام ده كله انت مبسوط بالاوتبوت خلاص. طيب تمام، يلا نداونلود بقى. تروح دايس على داونلود ريزمي، وتختار ايا كان من الريزمز اللي عندنا. احنا عندنا سو فار اعتقد من 8 ل 9 اي تي اس كومبلاينت ريزمز. بتدوس داونلود وتقول له تمام انا عايز ادفع 1 كريدت، وذاتس ات، وبيعملها لك داونلود سيف. وتعال نفتحها دلوقتي. كده انا قسمت ماي سي في للوظيفه دي، فانا ريدي في خلال كام دقيقه كده، يمكن اقل من دقيقه كمان، ان انا اروح ابلاي والسي في كاستمايزد للوظيفه وبيزد على كل الهيستوري بتاعي. بالظبط. وحلو كمان زي ما قلت ان هو بيكتب الارقام وهكذا، فهي دي بوينت الفاليو كوميونيكيشن، وكنت بتكلم فيها مع الناس في الكوميونتي ازاي تكوميونيكيت الفاليو بتاعتك في السي في، وازاي ان انت تكتب السي في بتاعك بالدومين لانجوج او بلغه الصنعه، اللي هو مثلا لو حد سيلز ما يقولش انا كلمت عملاء، لا انا كلمت كام عميل، عملت ديسكفري كولز، فتتكلم بلغه المجال بتاعك اصلا يعني، فده حلو بالظبط. والله يعني. بالظبط. فهو دلوقتي عمل لك ريزمي ممكن تنزله لاكتر من تمبلت لو انت عايز تتفرج عليهم قبل ما تنزلهم. بتعمل لهم الاول بريفيو. يعني مثلا انا بحب التمبلت دي، واكتر تمبلت تاني بحبها هي التو كولومز. دي من اكتر التمبلتس اللي انا بحبها. دي بيبقى شكلها فيري نيت.
وتاني اكتر حاجه بحبها اللي هي الكلاسيك، وانزلهم وخلاص ذاتس ات. وانت بقى ممكن في نفس الوقت انت مثلا ليتس انت عايز جنريت كفر ليتر، طب اقول له خلاص طب انا عايز جنريت كفر ليتر معموله بالديت ده ومعموله بالاسم ده، اعمل لي يا معلم جنريت كفر ليتر وخد وقتك في اللي انت تعمل لها جنريت. حلو. هو والليتر دلوقتي على الجوب بروفايل ده والوظيفه دي، صح كده؟ بالظبط على جوب بروفايل، عشان انت لو عايز تبعتها لل للريكروتر بتاعت الشغلانه دي يعمل لك كفر ليتر متناسقه ومناسبه للجوب ابلكيشن اللي انت بتقدم عليه. هو دلوقتي بس بياخد يعني خليه ياخد وقت، خلينا نعمل لها دوبليكيت لغايه ما اخلصها. اتس اوكي. خليها كمل عاد، ماشي. اه خليه يخلص براحته. حلو. طيب هو اكشلي خلص، يعني لو رجعنا هنا بره اكشلي هو خلصها اهو، عمل كفر ليتر، والكفر ليتر دي نفسها ممكن تعملها برضو اديت او ممكن تنزلها از بي دي اف. سيف ويعمل لك كفر ليتر ونزلت بيرفكت بي دي اف، ممكن تعدلها زي ما انت عايز، ممكن تعمل اللي انت عايزه. طيب ايه كمان بنديلك؟ كمان بنديلك فكره اللي انت ليتس مثلا انا عايز انزل جزء من الريزمي، انا مثلا ليتس انا عايز اشيل السمري، فانت ممكن تشيل السمري، ممكن تشيل اجزاء من الاكسبيرينس لو هي مش عاجباك، وممكن تعملها في الاخر بريفيو. يعني انت مثلا هنا ده في سمري، لو عملت زوم ان كده هتلاقي من غير سمري، هتلاقي بدا على طول السكيلز. في ناس بتحب تعمل كده فاحنا عملنا الفيتشر دي، بس انا طبعا انا عايز السمري فرجعته تاني. في حاجه كمان برضو بنعملها الا وهي الايجنت. الايجنت ده ليتس مثلا طب تمام انا عملت جوب بروفايل متناسق، انا لسه عايز اعمل ابديت ثانيه بس انا عايز اقول لك تعمل لي ايه، فانا ممكن هنا في الايجنت اقول له دو 1 2 3، او مثلا خليه كونسايز، او مثلا حط شويه جولز وحط شويه حاجات ليها علاقه بالريموت جوب او ايا كان. فانا اكشلي ممكن استعمل ايجنت عشان يغير شويه حاجات في الجوب بروفايل بتاعي وانزلها بعديها از ريزم. فده برضو جزء لطيف جدا ممكن تستعمله. طيب اخر حاجه في الجوب بروفايل، وهي من اكتر الحاجات اللي انا شايفها لطيفه ومؤثره والناس فعلا بتحبها جدا، حاجه اسمها جوب فيت اناليسيس. جوب فيت اناليسيس ده احنا عندنا مجموعه ايجنتس ومجموعه الجوريزمز شغاله، ديترمينستيك الجوريزم، يعني مش بس مجرد ايجنتس، بتشوف انت فعلا مناسب للشغلانه دي بقدر قد ايه، وايه الحاجات اللي انت محتاج تشتغل عليها عشان مثلا لو جالك انترفيو او عشان تحسن الكرنت ريزم بتاعك. فهو انا ده بيبقى زي اناليسيز، ولو فتحت الجوب فيت اناليسيز الفيو فول جوب فيت اناليسيز بيدي هديلك. لك فول اندرستاندينج اوف ايه الهايلايتس بتاعتك، ايه الاوبورتونيتيز، ايه الحاجات اللي انت قوي فيها مقارنه بالابلكيشن اللي انت بتقدم عليها، وايه الاكشن بلان اللي انت محتاج تشتغل عليها. حلو. وايه الحاجات اللي انت محتاج تشتغل عليها في الانترفيو لو انت ان شاء الله باذن الله جالك انترفيو. واحنا لسه برضو شغالين على سب بلاتفورم اللي هو هيساعدك اكشن في الانترفيو، يعني هيطلع قريب جدا ان شاء الله. والحاجه الروشه جدا في ده اللي الاثنين دول شيرابل. يعني انا ممكن مثلا لواحد صاحبي اقول له ايه، او للمنتور بتاعي اقول له انا عملت جوب ابلكيشن ودي الحاجات اللي ناقصه بتاعتي، ايه رايك تشتغل معايا الاكشن بلان دي يا منتور مثلا. حلو. واعمل له شير واقول له طب خد الحاجات دي كلها، خد الموضوع ده بابليك، وانا حتى ممكن ابعته لك هنا على الشات. هتعرف تفتح خليني الجوب بروفايل والانسايتس دي. بالظبط، هتعرف تفتح انسايتس انت كالمنتور بتاعي او ايا كان، وانا ممكن اعدلها. فدي برضو من الحاجات القويه جدا اللي احنا بنحاول نقدمها. طيب فده باختصار الجوب بروفايل. في نوع من انواع الناس الثانيه اللي هي عايزه تعمل ريزمي بس انا مش عايز اعمل جوب بروفايل مربوط بجوب ديسكريبشن. فاحنا هنا بنوفر حاجه اسمها ريزميز. الريزميز دي زي بالظبط الجوب بروفايل، ولكن الاختلاف الوحيد اللي هي ما فيهاش جوب فيت اناليسيس، وتقدر تعملها انهانس بالايجنت مود. انا مثلا ممكن اعمل كريت ريزمي، اقول له مثلا ستارت فروم سكراتش، ممكن ابدا على ميه بيضاء خالص، لو بصيت عليها هتبقى بص عامله ازاي، هيبقى حاجه فاضيه خالص، انا اللي ببنى بقى الاكسبيرينس وببنى السكيلز وببنى كل حاجه، ودي برضو اكسبيرينس لطيفه قوي. او ممكن ان انا اكريت ريزمي وامبورت ريزمي، وادي له ريزمي من يا اما الورك سبيس عشان احنا الورك سبيس فيها الريزميز بتاعتنا، او اختار فايل ابلود فايل. انا في الحاله دي مثلا ممكن اكون عايز اعمل لها من الورك سبيس اعمل له امبورت، وبعد كده يعمل امبورت. ده بتاخد توريزمز، ثانيه بقى ادي لنفسي توريزمز بما ان انا صاحب الايه صاحب عشان ما بقاش عندي بما ان انا صاحب المجال مع لا بس ما احترامي. شاء الله، يعني احنا عندنا الترناتيفز، بس انتوا سابقيننا بكتير في حته الجوب بروفايلز. ممكن احنا نكون عاملين شغل حلو شويه في موضوع الجوبس وهكذا، وابتدينا في حته الانترفيو براكتس، بس حقيقي ما شاء الله عاش 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 يعني على جزء الجوب بروفايلز والايجنتس والاناليسيس دي، ما شاء الله يعني. الله يخليك. هبعت. ماشي، انت ف... كده هتضيف بروفايلز عشان تبيلد فروم ا تمبلت او كوبي قديمه، صح؟ بالظبط انا دلوقتي بعمل اكستراكت مثلا زي ما انت شايف من الريزم القديمه بتاعتي، وهو هيعملها اكستراكت زي ما هي بالظبط، او الريزم لسه منزلها دلوقتي اللي احنا شفناها. حلو.
ويفتحها وياخد الداتا بتاعتك زي ما هي بالظبط. لا هي اكشلي مختلفه، يعني انت لاحظت السمري مختلفه عن اللي فاتت عشان دي اللي كانت عندي في السيستم. وفي الحاله دي مثلا انت ممكن تغيرها، تنزلها از ريزمي او تعمل لها ايجنت مود، تغير بقى فيها الحاجات، تخليها مثلا شاربن ذا سمري، مثلا اقول له ابلاي مثلا وابلاي السمري شاربنينج، وممكن اعمل اللي انا عايزه في السيستم لغايه ما لغايه ما يخلص السمري شاربنينج او ايا كان. ودي برضو في الجزء بتاع ريزمي. وفي الاخر ممكن تاخدها وتنزلها از ريزمي. هو مثلا شفت هو عمل ايه، وغير السمري، خلاها شاربند اكتر، خلاها منسقه اكتر بناء على اللي انت طلبته منها، عشان دي مش مربوطه بالبروفايل. طيب دي حاجه. اخر حاجه كنت عايز اوريها لك النهارده الا وهي المي بيج. المي بيج دي بنعمل لك صفحه فولي كستمايزد بيرسونال ويب بيج ليك، مبنيه برضو تاني على الداتا بتاعتك. ان لغايه دلوقتي انت كل حاجه موجوده عندنا، انت ممكن تضيف داتا، ممكن تضيف ورك دايريز، وكل ده بنستعمله. فانا مثلا قلت له هنا جنريت بروفايل بناء على الداتا بتاعتي. انا بص هو هعمل ايه. المفروض هو ما ياخدش وقت كتير، ودي من الحاجات اللي احنا صراحه فخورين بيها، يعني اللي احنا بنعملها بسرعه. فخلينا نشوف. خلاص. بالظبط. شايف عمل لك بيرسونال ويب سايت، الداتا دي كلها انا ما كتبتهاش خالص، هو خدها من الريزمي بتاعتك وخدها من الداتا اللي انت حطيتها في الورك دايركت. حلو. عمل لها ديزاين وكده، ويمكن في كاستمايزيشن كمان للالوان في والسكشنز. كاستمايزيشن لكل تفصيله صغيره، من اول الكالرز لحد الديزاين. حلو. لحد اللي انت ممكن تعمل حاجه اسمها اي اي ستايلنج، اللي انت ممكن تنقل برومبت لشات جي بي تي وترجعه وتحطه ككاستم ستايلز ويعمل لك تغيير يعني 100% من شكل البروفايل بتاعك. حلو. فمثلا في الحاله دي مثلا انا عايز الكلاسيك، انا بحب اللون ده. حلو. وعايز الكلاسيك، وممكن بقى اعدل اي حته في البتاع ده كلها. ممكن اغير التايتل، ممكن اضيف اللي انا عايزه، وممكن كل حاجه اعملها كستمايز. وفي الاخر طيب خلاص انا تمام، انا مبسوط، فراح دايس اروح اعملها بدل من درافت اخليها ببلش. حلو. وشايف اللينك ده خلاص بقى محجوز ليا انا، اللي هو اليوزر نيم. فانا لو خدت ده كوبي وفتحت في نيو بيج، بقى عندي بيرسونال ويب سايت فولي كاستمايز، بغيره في ثانيه. يعني انا مثلا رجعت ورا هنا تاني، غيرت مثلا ليتس سي، خلينا نغير حاجه جذريه مثلا زي دي نخليها مودرن، ونخليها مثلا انا بحب ده. سيف تشينجز، نرجع لها تاني، ريلود، بوم، بقى عندك ويب سايت تاني في ثانيه. وده اس اي او فريندلي وسيرشابل، وكله بيحصل له سيرفر سايد ريندنج، حتى انت مش بيلود، يعني هو مره واحده بيفتح. ولو انت استعملته كتير هيبقى سيرشابل على جوجل، يعني انت الناس ممكن تدور عليك هنا. انا مثلا في لينكد ان بتاعي حاطط، لو انت فتحت الماي بروفايل هتلاقيني حاطط هنا ماي بيرسونال ويب سايت، لو فتحته هتلاقيه مبني التدوين. فده معمول للتدوين. انا شفته بس ما اخدتش بالي ان هو مبني التدوين اصلا، يعني فاكر انت عامله كده مع نفسك او فول كاستمايزد بره التدوين، بس انا اول مره اعرف ان انت عملت في التدوين اوريدي يعني. ده معمول للتدوين. حاجه اسمها ايثن بارك، انا لغايه دلوقتي ما غيرتش الاسم اللي انا كنت انا بعمله. استغربت الاسم برضه، فقلت يمكن هو عامله قبل كده قديم او شيء ما، لا بس. لا لا، انا بس ناس اغير بس مش اكتر. فبس يعني ده باختصار. لسه احنا شغالين على فيتشرز كتيره جدا 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 جايه قريب. بس ده باختصار شديد الجزء البي تو سي يعني، او الجزء بتاع الكاستمرز. وانا حابب حتى ان انا ادي الناس، لاي حد هيستعمل تدوين من خلالك، حابب جدا ان انا اديته كريدتس فور فري. يعني ممكن حتى اعمل لك ريفيرال كود مخصوص لاي حد يستعمل تدوين. ممكن حتى نحطها عندك في الفيديو ايا كان، يبقى شيء لطيف جدا. بس ماشي، حابب تكلمنا عن البي تو بي؟ اتفضل برضه. طيب اوكي. طيب بس ده كان البي تو سي باختصار. البي تو بي ممكن اديك نبذه عنه، بس هو احنا لسه بنبيلد البي تو بي، بس هو اولموست ريدي، حتى ريدي فور ديمو. حلو. البي تو ماشي. بي هو الجانب اللي من ناحيه الشركات اللي بتهاير. بمعنى انا زي ما انا قلت لك في تدوين، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنجمع الداتا الاوثنتيك اللي عندك انت كيوزر، بنجمع البروبوزلز اللي انت عملتها، وبنماتش الكلام ده كله مع الجوب ديسكربشن. مش بنحاول نخترع. يعني انت لو قدمت على شغلانه وما قلتش ان انت عملت 40% امبروفمنت، مش هنكتب ان انت عملت 40% امبروفمنت. احنا مش بنحاول نخترع حاجه جديده. حلو. طيب تخيل ان انت بزنس بتحط الشغلانه بتاعتك على لينكد ان، وعايز يجي لك هاي كواليتي ابلكيشنز، وعايز تعمل لهم سورتنج بالجوب فيت اناليسيز اللي عندنا. اللي احنا بنعمله ايه؟ اللي احنا بنديك داشبورد تعرف تكريت بيها، زي ان ابلكيشن بورتال. الناس ممكن تبص على البورتال بتاعتك وتعمل ابلاي بالجوب ليستنج بتاعك. حلو. والناس ممكن تقدم بنفس الطريقه اللي هي بتعمل بيها جوب بروفايلز، بحيث ان هي ممكن تابلاي ويز تدوين على طول، او
تابلاي اللي هي تدمب كل الداتا بتاعتها، واحنا هناخد الداتا دي ونعرف ايه اللي بيماتش الجوب ديسكريبشن بتاعتها ونعملها جوب اناليسيس، ونديك فعلا حقيقه بناء على الداتا مش بناء على الكي ووردز هل الناس دي فعلا مناسبه ولا لا، ونعمل لهم اي اناليسيس ونديك الاناليسيس مظبوطه بناء على الانجن بتاعنا، وهم مش هيعرفوا يعدلوا الكلام ده كله. فانت دلوقتي بقى عندك كذا حاجه، بقى عندك جوب ليستنج، بقى عندك الناس فعلا بتقدم مبنيه على الداتا بتاعتها اللي احنا عمالين نجمعها للشخص اللي احنا كده مش بنبيع الداتا بتاعت اليوزرز، احنا اكشلي بنستعمل الداتا بتاعتهم ليك انت كشركه، لكن احنا مش بنبيع لك الداتا بتاعتهم. حلو خالص. ونديك في الاخر اناليسيز لمين احسن ناس بناء على الداتا، بناء على الجوب ديسكريبشن اللي انت بتحطه ليك انت كشركه، وبنسهل العمليه دي جدا. فده مش مجرد ايه اللي هو كي ووردز ماتشنج، لان الناس عماله تتكلم اي ماتشنج في الهايرنج، بس هو بيبص على كلمتين ثلاثه هنا وهنا وخلاص، مش بيقدر يعرف الهيستوري الحقيقي للتالنتس دي عملوا ايه وازاي ومش عارف ايه وماتشنج قد ايه كاكسبيرينس وككومبتنسز، مش مجرد كي ووردز ماتشنج يعني. بالظبط. فاحنا بنحاول نعمل سيستم متكامل للناس اللي بتقدم، من ناحيه الناس نفسها ازاي بتعمل ريزمز فعلا مطابقه ليهم هم كناس للداتا بتاعتهم، ومن نفس الناحيه بنحاول نحل فكره الريكروتمنت او اللي انت كشركه يجي لك فعلا كواليتي يوزرز مبنيه على الداتا بتاعتهم كرو داتا، هو ممكن يحط اي حاجه. ففي الابلكيشن مثلا هقول له ابلاي تدوين، وهو يروح عامل ابلكيشن على تدوين ويقعد يحط الداتا بتاعته ويكتبها ليك انت كشغلانه، وممكن يستعملها في شغلانه ثانيه وهكذا وهكذا وهكذا. فده ده باختصار البيت وبس. واحنا ان شاء الله برضو ممكن نسويتش الموضوع تستضيفونا احنا في مرحله ما، بس انا كنت مبسوط وحابب ان انا اتكلم معاك النهارده، وانا شايف والله ان انتوا بتعملوا شغل حلو جدا ما شاء الله بجد يعني، ايا كان بنشتغل في نفس الحته ولا لا، بس انا كنت حابب ان انا الناس تعرف عن التدوين وتعرف عن عمرو والستوري بتاعته، ونستضيفك انت شخصيا كتالنت عشان زي ما بنستضيف احنا تالنتس. الله يكرمك. الله يكرمك. وين وين سيتويشن. مبسوط والله باللي انتوا بتعملوه، زي ما قلت لك انتوا حقيقي فعلا يعني واخدين بروجرس كتير في حياتي، احنا لسه ما وصلناش نفس البروجرس، ممكن يكون احنا عندنا حته الجوب بورد وشويه حاجات ثانيه، بس انتوا لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يعني انتوا عاملين ايه.